كان معايا مثلا احد لعيبه الكوره، هو لعيب كويس جدا والمدرب داس عليه قوي، وكان بيجي لي منهار يعني، لدرجه ان هو كان قرر يسيب الفريق وبتاع، ولعيب بيلعب كبير يعني، بس اللي هو حاسس لا انا ما يكملش معايا كده. نطلع من السيتويشن ده منتلي بشكل كويس جدا، ونزل وادى وعمل بيرفورمانس تحفه. قلت له خد بالك اول جمله هتتقال لك من المدرب، شفت بقى اللي انا عملته معاك لما طلعتك بره السكور مره، ولما عملت فيه في مره، هو ده اللي فوقك، هو ده اللي جابك. فهم مش كل المدربين فاهمين يتعاملوا ازاي مع اللعيب. يعني انا كعبد الرحمن زمان يمكن ده اول مره اقول الكلام بقى ده، بلعب تايكوندو اصلا 3 سنين، ده الناس عارفاه. اللي الناس مش عارفاه ان انا كان اكبر مشكله عندي في التايكوندو كانت منتل. انا كان عندي اصابه بجد سيفير في الانكل بتاعي، والتايكوندو عباره عن ضرب، يعني انت يا بتنط على رجلك يا بتضرب بيها. فانا كان ان انا المس المت بس كده كان بالنسبه لي حوار، يعني انكل سبرين سيفير وفضلت بعاني منه لحد دلوقتي. يمكن كان ساعتها الريسبونس ايه، هو انت هتلبس رباط ضغط واسبوعين وتنزل التمرين، خلاص بعد اسبوعين انت مش تمام، فانت بتدلع، طب انا مش قادر، طب هتزق عليه، طب ازق عليه فتوجع اكتر فمش قادر اكتر. المشاكل فعلا بيبقى في منها نوعين، نوع اللعيب مع دماغه، يعني هو اللي بيفكر بالشكل ده، تبص على الانفايرمنت حواليه تلاقيها يعني انفايرمنت لطيفه تمام. جدا، البيرنتس مريحين مريحينه، بس يبدا اللعيب يفكر لا هم تعبانين معايا، هم عاملين معايا مجهود، فهو بيحط بريشر على نفسه ده ويبوظ كرابيك جلد الانفايرمنت. الذات. ده بص دول اساتذه بقى. وفي العاب واوقات بيبقى اللعيب لا الانفايرمنت اللي حواليه مزعجه شويه، زي الحته اللي انت قلتها. يعني عندي حد من اللعيبه مثلا في الجمباز، دي سمه معروفه في مدربين الجمباز، انت بتدلع. النهارده الحلقه بتاعتنا في البودكاست حلقه مميزه صراحه. النهارده معانا كابتن هيثم غيثم. كابتن هيثم هو منتل كوتش. كابتن هيثم اصلا كان لعيب كوره بيلعب في منتخب مصر، وكان كابتن فريق لمده 12 سنه. غير ان هو تعامل مع حوالي 170 اثليت او اكتر، مرن حوالي 2000 ساعه، فهو عنده الخبره العمليه بتاعه الرياضي، فهو يقدر ينقل لك النصايح النظريه بشكل عملي، لان هو في يوم من الايام كان مكانك. اتكلمنا عن ازاي انت كرياضي كلعيب عندك مشاكل، بتبقى مش مركز في الماتش، لو انت بتخاف من الماتشات مثلا، او لما مثلا ماتش الاستريس بتاعه عالي بس بتعرف تأدي، لو الاستريس بتاعه قليل ما بتعرفش تأدي، ازاي يبقى عندك وعي بذاتك، وازاي تقدر تحقق نتائج احسن. وكمان اتكلمنا عن الرياضيين، وكمان اتكلمنا المدربين والاهالي ازاي يتعاملوا مع الاثليتس، ازاي يتعاملوا مع الرياضيين بشكل احسن. وساعات حاجات احنا بنعملها احنا فاكرين ان احنا نعمل حاجه صح، بس هي ليها اثر سيء على البرفورمانس او الاداء بتاع الرياضي. كابتن هيثم دارس سبورت سايكولوجي من بريطانيا ومن امريكا وشهادات تانية كتير، فهنقل لك كل الجوانب النظريه بتطبيقها العملي كمان. ان شاء الله تستمتعوا بالحلقه دي. كابتن هيثم، احنا الاثنين شغلنا مختلف. انت شغال منتل كوتش، هو ده الديفينيشن المعروف للشغلانه، صح؟ صح كده. وانا شغال في الرهاب والاحمال وكده. واحنا الاثنين عندنا عدو مشترك، ان لسه في ناس مش فاهمه اهميه اللي احنا بنعمله. هو بيلعب الرياضه بتاعته وخلاص، على كده هي دي هو انا كده عملت اللي عليا. فاحنا عايزين نعرف ايه وظيفه المنتل كوتش بشكل عام يعني. ماشي، خلينا نتفق ان انتوا قاطعين شوط سابقنا شويتين ثلاثه يعني الناس عارفينكم اكتر شويه، بس برضه احنا الدنيا عندنا بدات يعني بدات توضح بشكل كبير يعني. بص دور المنتال كوتش سيمبلي يعني، انت بيجي وقت من الاوقات اللعيب بيلاقي ان البرفورمانس بتاعه قل. اوكي، اداؤه مش الاداء اللي هو، سواء بقى مش اللي هو بيكسبكت، سواء اللي مش بيطلع منه في التمرين. المهم ان هو بيجي في سيتويشنز معينه كده ويلاقي نفسه مش عارف يلعب. دي الخلاصه يعني. فهو مش عارف يلعب ليه، يا اما حاجه فيزيكال، هو ممكن بقى مجهد باحمال وغلط وات ايفر، دي قصه بتاعتكم انتوا، او هو عنده حاجه في دماغه او سايكولوجيكالي يعني مبوظه له الدنيا. تمام. سيمبلي كده المنتال كوتش هو بيتعامل مع الحاجات اللي من النوع ده. هنا انا مش بتكلم على ان الدنيا لازم تقع قوي كبرفورمانس، بس ممكن يكون في وقت من الاوقات مثلا كونسنتريشن بيقل، في وقت من الاوقات التوتر والقلق بيزيد شويه، في وقت من الاوقات مفيش موتيفيشن، مفيش بلان صح، فهو ماشي وشغال بس هو شغال غلط، هو مش ماشي على تراك يوديه على الجولز بتاعته، فهو اصلا مش فاهم البروسيس اللي هو ماشي فيها، ومش فاهم الاهداف بتاعته. حاجات كتير قوي بتخليه في الاخر هو مش بيوصل للبرفورمانس اللي هو عايزه، وهو ما بيبقاش بيبقى بيتمرن كويس جدا وحاطط ايفورت كويس قوي، وممكن يبقى فيزيكلي عالي جدا ومتمرن كويس قوي، وهو ستيل مش فاهم هي فين المشكله، او فاهم هي فين المشكله ومش عارف يتعامل معاها. هنا مين اللي بيجي دور بقى المنتال كوتش، في ان هو يفهم معاه السيتويشن كويس قوي، وبعدين يبدا يظبطه معاه، او يشوف المشكله دي حلها عامل ازاي. جامد جدا جدا.
طيب في خط بيقول لنا امتى اروح لمنتال كوتش وامتى يبقى انا عندي سايكولوجيكال ايشو؟ بجد يعني سؤال قد يبدو غريب شويه. لا 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 تمام. بص انا اقول لك حاجه، هو المنتل كوتش ان جنرال مفيد لاي حد. اوكي، ده مش تسويق بس هو فعلا لا هو حد يفرق عمل معاك لو كان في انت البوزيشن اللي قادر. انا كنت فيه برضه، ايه ده؟ حد كان عايش التجربه اللي انا عشتها، مش قرا عنها. بالظبط كده بالظبط. فانت في حاجات كتير قوي انت مش اوير بيها ومش فاهمها ومش واخد بالك منها، المنتال كوتش هيساعدك فيها، وهيبقى زي منتور ليك في حاجات معينه انت ممكن تفهمها، او حتى هيجايد يو ان انت ايه ده، لا روح لده، روح اسال ده، روح كلم ده. في ان هو اصلا يفهمه ان هو محتاج يكمل الهرم بتاعه، لو هو مش دايس مع حد فتنس، مش دايس في ريهاب، مش رايح، مش بيظبط النيوتريشن بلان بتاعته. كل الحاجات حلقه دي وصل انت يعني. بالظبط، لان انت بتبقى اكتر حد نوعا ما لو انت شغال بالمدرسه بتاعت الوان تو وان، انت اكتر حد فضيله ومركز معاه. مهما كان الكوتش بتاعه ومهما كان الفتنس كوتش، مش سهل برضو ان هو يركز معاه. في اوقات طبعا الكوتشز بيعملوا ده، بس قصدي مش حاجه سهله ان هو يبقى عامل كده. المنتل طبعا. كوتش اولموست بيبقى شغال 1 تو 1. طب هو شغال 1 تو 1 ليه اصلا؟ عشان كل لعيب دماغه مختلفة عن التانية، كل لعيب أحاسيسه مختلفة، كل لعيب بيعدي بظروف مختلفة. أنت لو مسكت تيم واحد هتلاقي كل حد منهم بيفكر بشكل، في سيتويشن مزعجة لده مش مزعجة لده خالص، فكل منطقي واحد لازم جدا. تتعامل مع دماغه. ف... ففكرة إن هو يبقى عنده مشكلة أو إمتى يجي، هو طول ما هو موجود طول ما هو بيستفيد. بس هو فعليا عشان تباي بقى وتدفع وتيجي المنتال كوتش او بتاع دي، لازم تبقى انت حاسس ان انت عندك مشكله، او انت عندك جولز. مش كل الناس على فكره بيجي لي مشاكل، يعني انا في لعيبه جولي، يعني في واحد جالي معاه ميداليه اولمبيه جونيور مثلا، هو ما شاء الله كان كويس جدا. قبل ما اللهم تظهر لنا بارك. شويه مشاكل، هو كان جاي فور ديفلوبمنت، يقول لي بص انا مش حاسس ان انا حاليا الفتره دي عندي مشكله قوي، بس ليه ما بقاش احسن، ليه ما بقاش مطور كل حاجه عندي وشغال على كل عايز حاجه يعرف اللي ناقصه وفاهم. يعني. بالظبط كده. فهو بس هو ماشي كويس، ماشي كويس ونتائجه كويسه. اه. طبعا مع بقى دي نقطه برضو تانية مهمه، انت ممكن دلوقتي تحس ان الدنيا تمام، بعد شويه يحصل تغييره صغيره باي شكل من الاشكال، تغييره في السيتويشن اللي انت فيه، تغييره في فريقك، في مدربك، في تعامل الاتحاد معاك، اي حاجه تلاقي نفسك هوب دخلت في زون انت منتلي مش عارف تتعامل معاه، مع ان انت كنت جامد جدا، بس انت الظروف كانت معتاده بالنسبه لك ودماغك جايباها وما عندكش مشكله. فدي برضو بتبقى نقطة ساعات هم بنبدأ عادي خالص وبعدين بعد شوية نلاقي مشاكل بتظهر. فان جنرال اللعيب طول ما هو يعني بيدور على البرفورمانس بتاعه، وفي لقطات ساعات بتقع يعني. ليتس سي مثلا انا اقول لك من الالعاب اللي ما يعني للاسف ما بيبانش فيها المنتل بشكل كبير، مثلا كرة القدم. ليه؟ عشان اللعيب متداري شوية، عشان هو بيلعب فريق. ضيع كورة مشيت عدت. اه. مش بس فريق، في العاب فيها فرق زي الباسكت والهاندبول ما هي دي فيها فرق، بس هنا انت قادر مم. تقيمه فردي بشكل كبير لان معدل لعبه في الملعب كبير، اه يعني هو واضح. بيبان. بالظبط كده. اه فاهم في قصدك. لعيب في لعيب بيدافع، طب هو بيدافع حلو، طب هو عنده بيرفورمانس احسن ولا مش احسن من الداريه ما حدش واخد باله. مم. فانما الجول كيبر مثلا هتلاقيه باين قوي، عشان هو بيعتبر بيلعب لعبه فرديه في وسط لعبه جماعيه، فبتلاقي شغل الجول كيبر منتلي اعلى بكتير من شغل بقيه اللعيبه بشكل كبير. فالحاجات الصغيره دي بتخلي اللعيب يحس ان هو لا انا تمام انا زي الفل، هو عنده اداء احسن وعنده حاجات يعملها هتفرق معاه كتير، بس هو متخيل ان عادي يعني ماشي شويه ما لعبتش في الماتش كويس، هو مش واخد باله ان هو ممكن يبرفورم بشكل احسن من كده. فطالما ما حسش بالمشكله ما بيحسش ان هو فارق معاه ان يبقى معاه منتل كوتش. فاهم قصدي؟ عشان كده اعتقد مهم ان يبقى في منتال كوتش جوه الجهاز الفني. يعني اعتقد انت شغال بشكل برايفت اكتر، يعني تستنى ان اللعيب يفهم ان في مشكله ويجي. بس هي مشكله المجال بتاعنا احنا محتاجين نimplement ده من فوق لتحت مش من تحت لفوق، مش تستنى اللعيب هو اللي يجيبها يعني. ما انت هتصطدم بايه بقى؟ هتصطدم بقناعات المدرب برضه او المدير الفني. اه. المدير الفني والمدرب في اوقات بيبقوا، هو كلوب الناس بتتكلم ان هو نجح ليه؟ عشان هو بيتعامل مع اللعيبه منتلي وسايكولوجيكالي بشكل عالي جدا. تمام. في مدربين كتير متخيلين كده ان انا تمام او انا ماشي في التراك بتاعي واللي يقع مني يقع واوقات كتير انا كان معايا مثلا احد لعيبه الكوره، هو لعيب كويس جدا ماشي، والمدرب داس عليه قوي
وكان بيجي لي منهار يعني، لدرجه ان هو كان بيستحب يعني خلاص هيفكر يسيب الفريق وبتاع، ولعيب بيلعب كبير يعني مش صغير. يعني مش منهار، بس اللي هو حاسس لا انا ما يتعملش معايا كده، وانا كويس جدا وانا فايق، وهو ليه بيعاملني بالشكل ده وبتاع. المهم قدرنا نطلع من السيتويشن ده منتلي بشكل كويس جدا، ونزل وادى وعمل performance تحفه. قلت له خد بالك اول جمله هتتقال لك من المدرب، شفت بقى اللي انا عملته معاك لما طلعتك بره السكور مره، ولما عملت فيك مره، هو ده اللي ايوه. فوقك، هو ده اللي جابك. قلت له المشكله ان انتوا ساعات بتحلوا مشاكلكم individually، والمدرب بيفتكر ان اللي هو عمله ده بياخد هو الفضل. اللي ساعد، هو اللي مم. ساعد، فهو بيعمله مره واثنين وثلاثه. فهم مش كل المدربين فاهمين يتعاملوا ازاي مع اللعيب. فانت بقى لما بتيجي ازمنت الكوتش، ودي مش موجوده لسه حتى في العالم كله بشكل وهمي. كل الناس حتى السبورت مم. سايكولوجيست اللي بره والمنتال كوتشز اللي بره شغالين مع فريق واثنين وثلاثه وقطاع واثنين وثلاثه، مش متفرغين 100%. فستيل هنا نفس الفكره، اللي هو لا يعني اكيد مش محتاجينه على طول يعني. يعني هيقعد يعمل ايه مع اللعيبه؟ سبيشالي برضو ان الناس بتشتغل في التيمز، بتقوم مشتغله برضو ما بتعرفش تشتغل انديفيديوال لان العدد بيبقى كبير. ف... فانت بتلاقي نفسك اشتغلت برضو جنرال شويه، وده مش احسن حاجه للعيب. او لما تحس ان اللعيب عنده مشكله كبيره، وهو مش دايما انت محتاجه يبقى عنده مشكله كبيره، انت محتاجه في الحاجات الصغيره تظبطها له. في لعيبه بتنزل الماتش متخيله ان الدنيا تمام، لا هي مش تمام دلوقتي، انت ممكن تظبطها وتبقى الدنيا احسن. فالفكره ان الهيد كوتش او بقى المدرب اصلا يقتنع بالفكره، فيحط منتال كوتش معاه ماشي، ويديله مساحه وصلاحيات، ويبقى بيرجع له في ان هو هيعمل ايه وما يعملش ايه عشان ده مناسب مع اللعيبه ولا لا. دي بروسس لسه بعيده قوي. بلس ان من الناحيه الماديه كمان، من الناحيه الماديه انت بتتكلم ان هو عشان يقتنعوا باهميه الموضوع ده، انت محتاج مدربين ثلاثه اجانب كده يجيبوا يعني يجوا من بره شادين في ايديهم السبورت سايكولوجيست بتاعهم، وده ما بيحصلش بشكل كبير. فيلاقوا ان ايه دي حاجه مهمه وبيدفع لها فلوس كتيره، فتبدا يقول لك طب انا هجيب الحد ده ويستاهل ان انت تدفع له، لان انت هتاخده وتقعده معاك ويبقى بيشتغل على عدد لعيبه كبير، وده وقت ومجهود. فدي حته برضو مش هتبقى اسهل حاجه. فهم بالنسبه لهم ستيل ده بيقتنعوا ان ليفل من ايه الجهل بقى. يعني. أو والله انا بص، مش كله جاي يعني. انا رحت عملت يعني قعدت كذا يوم مع مثلا فريق كرة القدم بتاع السيدات بتاع البنات. تمام. اه. المدرب مدرب فاهم جدا، وهو من المدربين ما شاء الله اللي عاليين قوي، وهو كان بيدربني زمان. فهو مقتنع بالفكره قوي. بس هو قال لي صراحه، قال لي انا مستحيل ابعت للاتحاد اقول لهم انا عايز ده في وسط الجهاز بتاعي وهيطلعوا لك كام والسالري كام. فبقى الموضوع فريندلي كده لما ايه يبقى وراه ايفنت مهم، طب تعالى نروح نقعد كده ايوه فاهم. ونتكلم مع اللعيبه. وساعات في وقت من الاوقات يعني حصل موقف معاه قبل كده، هو عارف اهميه الموضوع، قال انا لازم اخد اكشن معين في بنت معينه، انا لازم ما ابداش بيها الماتش الجاي. وهي لما ما بتبداش الدنيا بتبوظ منها، ولما بنزلها ما بتنام. بتعرفش تلعب. اه ما بتعرفش اه. تلعب، لا بتبقى متضايقه جدا وما بتعرفش تلعب. فقال لي انا مم. هقول لهم التشكيل دلوقتي، او هقول لهم ان هي مش هتبدا الماتش، وهبعتها لك اتصرف انت. وفعلا هو يعني هو مدرك يعني، هو ده حد فاهم هو بيعمل ايه، بس هو لازم يعمل كده عشان اسباب معينه، وعايزها تنزل وتلعب كويس. وفعلا هو قال الكلمتين دول من هنا، البنت خرجت من الاجتماع منهاره وبتعيط جدا. و... وفعلا زي ما هو توقع، هو فاهم هي نفسيا هيحصل معاها ايه. وخدتها وقعدنا وحاولنا نهدي الدنيا وبتاع. والحمد لله نجحنا بشكل كبير في ده. قعدت احتياطي ونزلت لعبت كويس جدا وجابت جون. ف في اوقات بتبقى انت كمدرب لا انت محتاج حد يسبورت، وهو مش هيعرف يعمل ده، ومش المفروض انه يعمل ده. بس هو كان اوير باللقطه اللي هو هيعملها. غيره كان ممكن يعمل التشكيل وهي بقى تنهار تعمل تقعد تنزل وحشه، مش قصته. فاهم قصدي؟ فكون ان هو اصلا فاهم نفسيا الدنيا هتمشي ازاي، فقدر يستفيد بيك، دي مش عند مدربين كتير. اكيد طبعا. دي الفكره فعلا عندنا، ان الناس مش عارفه هي عايزه ايه اصلا. انا مش عارف ايه اللي ناقصني لان انا مش شفتوش قبل كده. يعني ممكن يبقى لعيب فاكر ان مشكلته مثلا ان الفتنس بتاعه وحش، او هو محتاج يبراكتس اكتر. بس هو في براكتس تمام، هو لما بينزل الماتش بيبقى عنده مشكله. هي مش المشكله ان انت ناقصك حاجه بدنيه او تكنيكال او تاكتيكال، هي انت في الملعب المشكله كلها هنا. فهي فعلا هو يعرف ده منين؟ ما هو بص، هو اللي بيحصل ان هو بيقعد بعد شويه يجرب 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 كتير. ناس جولي قالوا لي انا كنت اه، كل ما بعد ما بقع يعك بقى. وكل ما بقع بتمرن اكتر، مم. يروح يتمرن اكتر، يلاقي الدنيا. ما هو خد بالك
لما بتتمرن اكتر انت بتحط بريشر على نفسك ان ايه بقى، انا بقى عملت كل حاجه، انا لازم دلوقتي الاقي بقى النتيجه والاقي الريزلت والاقي اشوف البرفورمانس نتائج. بالظبط. اه. فانزل ماليش حاجه برضو، ماليش مم. حاجه، لان الموضوع بيبقى اصعب بعد المجهود الاكبر اللي انت عملته. انت مستني نتائج اكتر، فده عامل عليك بريشر اكبر، فانت مش هتقدر تبرفورم كده. فالموضوع بيبقى مختلف تماما، فاهم؟ انت محتاج ترجع لورا. بيعرفوا بقى، بيسمعوا، بيجوا. ياما ناس كلمتني وهي مش مقتنعه، حد زايقها، مدرب قايل لها، اب او ام بيحاولوا، وانا بقول لهم لا، مش هنشتغل غير لما اللعيب يقتنع، لان هو هيشتغل على دماغه. فلما يبقى يقتنع نبقى نشوف الموضوع هيمشي ازاي. منطقي جدا طبعا. هي بقول لك احنا عندنا مشاكل مشتركة. احنا فعلا سابقينكم في مجال الاحمال، لان هو مجال ارقام ملموسة. يعني انت جايب لي اللعيب بيجري مثلا ال 100 متر في 11 ثانية، خليته يجريهم في 10 ثواني، فانت فهمت. لكن الارقام بتاعت المنتال كوتشنج، يعني هو مش المتركس، مش متعرف عليها. يعني ادوات القياس وان انا اعرف اطلع المشكله واقول لك المشكله فين صعبه. فانا عايزك تحكي لي كده، انا جيت كعبد الرحمن، السيشن هتبقى ماشيه ازاي؟ يعني احنا بنعمل ايه بقى؟ بتكلمني في ايه وبنعمل ايه وايه الاسسمنت وايه اللي بتساله وكده يعني. عايز اخد التجربه يعني. طيب، بص انا اقول لك حاجه. هو في عالم السبورت سايكولوجيست اتعمل احصائيات كتيره، وفي معامل يطلع ويشوف لما يعمل اكشن معين السيلف كونفidence راحت فين والكلام ده كله، والكونسنتريشن، في حاجات كتير قوي. بس خلينا نبسط الموضوع اكبر من كده. انا الموضوع بالنسبه لي كل القياسات بتاعتي هي قياسات غير ملموسه، هي محسوسه من اللعيب. تمام؟ يعني سيلف انا اخر ريبورتنج يعني. حد ممكن اقول، بالظبط كده، انا اخر حد ممكن اقول الدنيا تمام ولا لا، والانديكيشن بتاعي ان الدنيا ماشيه تمام ان هو بيجي لي لسه. يعني هو لو ايوه فاهم. مش حاسس ان الموضوع تمام مم. هيقطع. بيجي ليه؟ ما خلاص انا، او انا استكفيت والدنيا زي الفل وخدت اللي انا عايزه، برضه هيقطع، ما عنديش مشكله. مم. فطول ما هو حاسس ان هو في حاجه يعملها فهو هيبقى موجود. طيب احنا بنعمل ايه؟ انا ببدا مع اللعيب بسيلف اسسمنت. السيلف اسسمنت ده فكرته كلها بس ان انا بخليه، يعني انا ببعت له لينك كده، فورم، يقعد يعني تقعد تساله، وهو بتساله في 9 ارياز من المنتال ارياز يعني. الفكره كلها ان هو يقعد يقلب كده في دماغه كل حاجه، وكل حاجه بتحصل معاه، ولعب ليه وما لعبش ليه، والموتيفيشن بيحصل امتى، وامتى بيتضغط وامتى بيعمل، والماتشات والتمارين بتقلب معاه في حاجات كتير قوي. بنوصل منها في الاخر ل آه، لان هو بقى عنده، يعني هو من الاخر فضفض، مش اكتر من كده. هو فاهمك. سيلف اسسمنت في الاول، مم. مش عايز نتائج دقيقه قوي، ومش عايز الحاجه على قد ما احنا بناخد الاسسمنت ده في اول قعده ونقعد بقى ايه ندردش فيه. فيبدا هو يطلع اللي عنده بشكل منظم، بدل ما هو يعني تقول له احكي فيقوم حكي لك ماتش مثلا. لا، انا عايزك تطلع تحكي كل الحاجات بجد. اللي عندك فافهم. ايوه. بالظبط كده، فافهم كل حاجه، افهم انت دماغك ماشيه ازاي، افهم بتفكر ازاي، افهم انت شايف ايه عن نفسك. وفي حاجات واحنا بنعمل اسسمنت واحنا بندردش فيها مع بعض يقول لي اه لا دي انا كنت عاملها مثلا 8، لا هي الصراحه 6، لا ده دي 10 اصلا بس انا كنتش واخد بالي. ففي حاجات كتيره بيبقى ايه الموضوع، بس ان انت بتبدا تفهم معاه الدنيا اكوردنج بقى للي انت طالع لك من الاسسمنت ومن الدردشه معاه، بتبدا تمشي معاه في بلان معينه. احنا منتلي ما عندناش بلان. عايز اقول ايه، ما عندناش بلان هي دي تمبلت اللي اه. لازم امشي بيها. اه لا مستحيل. انت بتمشي بيبقى عندك تصور ان انت هتشتغل على الحته دي الاول. مثلا هو قاعد مثلا في فير زون معينه وخايف من سيتويشن معين، عشان عنده بطوله، عنده تصفيات، عنده اختبارات، فانت محتاجه يزق نفسه ويفهم السيتويشن ده بشكل معين. فبتبدا تشتغل معاه على الحته دي بكونسبت واثنين وثلاثه. طب قابلك حاجه في النص مختلفه، لا تعالى نرجع ونتكلم فيها ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، وتلاقي نفسك حودت البلان. يعني انا ياما بدات السيشنز مرتب ان انا هعمل واحد اتنين تلاته اكوردنجلي اللي كنا عاملينه في السيشن اللي قبلها، والتسلسل الطبيعي ان احنا نطور الحته دي. وبعدين وممكن كمان ابقى عامل فولو اب معاه في خلال الاسبوع، بس قبل ما يجي لي الاقي ان في موقف حصل في اليومين الاخرانيين دول، لما هو حكاهولي وبقت حاجه مهمه جدا في دماغه، وقام واخد السيشن ورايحين بيها في تراك تاني خالص. فاهم قصدك ف جدا. فهو الموضوع مش حاجه ثابته، على قد ما هو هو في الاخر الديفلوبمنت للعيب. يعني اللعيب دماغه بتبدا تشوف المواقف والسيتويشنز. بص احنا عندنا اول مرحله بيعدي بيها مرحله اويرنس، ماشي. في ناس بتطول في المرحله دي، في ناس بتنجز فيها، في ناس بتنجز وتمبلمنت حاجات وبعدين تعمل اويرنس تاني في سيتويشنز تانيه هياخد وقت. الفكره كلها في اول فتره انا ما بقاش عايزه يعمل حاجه او ينجح في حاجه منتلي على قد ما عايزه يفهم.
يعني ينزل ماتش بيلعب تنس مثلا، ينزل ماتش يقول لي انا خسرت. طب انت خسرت ليه؟ عشان انا في السيتويشن ده لعبت كويس وده لعبت وحش. طب هنا فكرت ازاي وهنا عملت ايه؟ هنا الفكره اللي جت في دماغي واحد اتنين تلاته. طب هنا ليه لعبت كويس في الكام جيم دول؟ عشان انا حسيت ان حصل كذا كذا. حلو، تعالى بقى نمسك هنا، انت البريشر هنا كان عليك كذا، البريشر هنا كذا. يبدا يفهم الدنيا بشكل مختلف. نتكلم بكونسبتس، يبدا يتكلم باللغه بتاعتنا منتلي، اللي هو يبدا يتكلم معايا بلغه احنا الاثنين فاهمينها منتلي، مش كلام مش عايم. فتبدا مرحله الاويرنس تتبني. كل ما الاويرنس بقى عالي عند اللعيب، كل ما المرحله اللي بعدها بتاعه الامبلمنتيشن تبقى احسن واحسن. ف فهو الفتره الاولانيه بيبقى عايزه يفهم. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، احنا بنكسر الحته بتاعت بالذات في الالعاب الفرديه بتاعت انا مش عايز اخسر، لان انا اصلا شغلي كله مبني على الخساره. ايوه. انا بقول له انا الوحيد اللي مم. مستنيك تخسر. انا هفرح لك جدا لو كسبت، بس انا مستنيك ايوه. تخسر. لان هم لما بيكسبوا الدنيا بتترمي، ما تعرفش تاخد ريفليكشن محترم من لعيب كسبان، سبيشالي مم. لو هيلعب تاني يوم. يعني انا النهارده لعبت مثلا تنس او سكواش وهلعب تاني يوم، احكي لي كده على الماتش عملت ايه وخسرت. لا كسبت كسبت. الحمد لله 3-1 والدنيا ايوه. تمام. طب الجيم اللي انت خسرته لا كنت بس تعبت فيزيكالي شويه ما بتاخدش منه حاجه. فاهم اه. قصدي؟ الماتش طالما كسب هو بالدنيا عدت. مع ان بيبقى فيه اوقات في وقع في النص بيرفورمانس، بس هو مش بياخد باله منه، وما مم. بنعرفش نركز عليه عشان عندنا ماتش بعده هنجهز له منتلي، ونشوف البريبريشن بتاعنا هيبقى عامل ليه ازاي واخباره ايه الماتش ده معاك. لان كل ماتش طبعا بيروح مع اللعيب في زون مختلفه عن الماتش اللي قبله. فامتى بقى نقف ونلم الدنيا ونفهم ونقعد لما يخسر بقى. فانا ببقى مستنيه يخسر بشكل كبير عشان هي دي فاهمك الليرنينج جدا. بروسيس بتاعتنا يعني. يعني ممكن اول حاجه، اول عتبه احنا بنبني عليها كل حاجه منتل، هي السيلف اويرنس او الوعي بالذات. انك تبقى فاهم انا بعمل ايه وفاهم انت حاسس بايه. لو هو ده لو انا فاهمك وايه صح. وايه اللي بيحصل معاك؟ صح، اه. وايه اللي بيحصل معاك؟ مش دايما حاسس على فكره انت، بس ممكن يبقى حتى ايه اللي بيحصل. يعني ممكن في اوقات خد بالك ساعات اللعيب مثلا يجي يقول لي انا ما كنتش حاسس بالاسترس. اقول له مش مم. دايما الاسترس بيبان كسيمتومز جواك. مش مم. دايما ايدك بتترعش، ومش دايما جسمك متلج، مش دايما. لا، ممكن يبان كبرفورمانس على طول. الستريس جه وانت مشغول بالماتش، فيبان ان انت بتلعب تنس، بتطلع الكوره بره، بتجيبها في الشبكه وات. فاهم. فانت مش حاسس بالاستريس كستريس. وفي اوقات اللعيب يقول لك بيلعب بينج بونج مثلا، لا انا ايديا بتترعش قبل السيرف، انا حاسس بالبريشر والاستريس. ف... فمش دايما بيحس. بس انت البرفورمانس وقع، لا تعالى انت هنا. طالما الدنيا باظت مره واحده، يبقى احنا كنا محتاجين نعمل واحد اتنين تلاته. لان انت تفسيرك ليها ايه؟ السيتويشن ده انت شايفه ازاي؟ فاهمه ازاي؟ فيبدا يقول لك هو ترجم في دماغي كذا. فهو مش شرط يحس احاسيس ايموشنز كلها. فاهم؟ ف... فدي فاهمك. برضو حته بتتبني، بتاخد وقتها لغايه ما يبنيها في وقت اويرنس عن نفسه اصلا، هو شخصيته بترتاح لايه وبتحب ايه وبتعمل ايه وما بتعملش ايه. فامتى هو بيطلع بيرفورمانس كويس ان جنرال. فانت قبل الماتشات اعمل الواحد اتنين تلاته دول، عشان هم دول اللي مريحينك، بس انت ما كنتش واخد بالك ان الحاجات دي مريحاك. فاهمك جدا. فان جنرال هو سيلف اويرنس فعلا، يعني وعي ذاتي كده، يفهم كل حاجه عن نفسه الاول، بعدها بقى تقدر تعمل معاه اي حاجه. فاهمك جدا جدا. طب انا عندي سؤال تاني. انت اكتر سن بتحس ان هو بينفع معاه الكلام ده؟ يعني كبار ولا تينيجرز مثلا ولا صغيرين؟ اكتر سن انت بتحس ان انت الدنيا بتظبط بسرعه، او وانس ان هو مثلا حبك وفهمك بتلاقي الدنيا اتحسنت جامد طيب بص، انا كده كده بشتغل من سن 14 ونص، ده اولي. اصلا. يعني قبل 14 ونص انا ما مش يعني انا مدرسه ان انا ما اشتغلش منتل مع لعيب قبل 14 ونص، وان اللعيب مش محتاجني قبل 14 ونص. مم. هو محتاج منتل، بس مش محتاج منتل كوتش. مم. هو محتاج الكوتش اللي معاه يعرف يتعامل معاه ازاي. محتاج البيرنتس يعرفوا يتعاملوا معاه ازاي لو هو في السن اللي اقل من كده. انما منتل كوتش وسيشن وانا اقول له حاجه ويقعد عليها اسبوع لغايه ما يحاول يطبقها، الكلام ده ما بيتمش في كلام السن الصغير كبير. خالص. بالظبط كده، اه. وما بيفهمش اصلا هو إيه اللي بيحصل معاه. فمرحله الاويرنس دي بتبقى مضروبه. فانا عندي يستنى وما يشتغلش منتل ما يقفلش منها. عشان هو بيحصل كتير ان انت ممكن تشتغل وانت صغير، ما تحسش ان هي ناجحه وما تحسش ان انت فاهم حاجه فتقفل. مش هعملها تاني. فما مم. هتيجي بقى وانت عندك 18 سنه مثلا، فاهم؟ 19 سنه لما الدنيا تبوظ معاك خالص. ف... ففي اوقات احنا ما بنبقاش محتاجين ده. يعني انا مش محتاج ان هو يقفل، فعندي يستنى سنتين حتى لو الريزلتس مش احسن حاجه. وده اللي بقوله للاهالي، وساعات طبعا ما بيعجبهمش الكلام ده.
لا خليه مش مشكله يخسر والدنيا تقع منه شويه، بس لما يجي هيجي فايق وهيعرف يشتغل صح وهيفهم اللي احنا بنعمله. فده مبدئيا كده انا ببدا من سن 14 ونص. آه، السن لغايه معاك لغايه، يعني هي طبعا بتفرق في فروقات فرديه شويه، بس خلينا نقول ان المنطقه بتاعت 16 17 18 سنه بيبقى فيها ساعات ناس كويسه بتلقط معاك وبتبقى الدنيا لطيفه. مم. من سن من 19 ل 23 ده السن الممتع. هو بيبقى مزعج، بيبقى مشاكله كتير قوي، بيبقى ظاهر فيه حاجات كتيره جدا، ايوه. بس هو بيبقى ممتع في ان هو عارف اكشن كتيره واحداثه كتير. السن الكبير هو طبعا بحكم العقليه بتاعت اللعيب اللي وصل للسن الكبير ده، لو جالك حد فوق طبع مثلا خلاص. 28 سنه، لا بالعكس ده مم. اكبر حد بيجيب معاك وبيبقى فاهم هو عايز ايه، بينجزك. واو. اه. يعني مثلا من سن 28 انا معايا لغايه 34. ما لا شاء الله. السن ده يجي لك يقول لك ايه، يعني مثلا حد من اللعيبه بيجي لي يكلمني مثلا قبل الماتش، بص يقول لي بص هم 7 حاجات، اقول له يلا بينا، فاهم؟ الحاجه الاولانيه كذا، ماشي، فنبدا ندردش فيها كده شويه، انت شايفها ازاي؟ طب ايه؟ طب مشكلتها ايه؟ طب كذا، طب بص الموضوع ده خد بالك منه، محتاجين نبص له كذا، طب بس يقول لي بس خلاص، هي الكلمه اللي انت قلتها دي خلاص ظبطت لي دماغي، تمام يلا رقم 2، فاهم؟ الليفل ده مش موجود عند الصغيرين، يعني الكبير اه. لا هو فاهم المشكله فين. فاول ما فهم المشكله مم. وهو جاي لك بالمشكله اصلا واضحه، يعني واحد مثلا من اللعيبه كان بيلعب بطوله كبيره، يعني هو خدوه من النادي بتاعه هيلعب بطوله تانية كبيره، فالبطوله الكبيره التانية دي اجواءها مختلفه، اوكي؟ فنزل معاهم اليوم اللي قبل الماتش، هم كان عندهم ماتش تاني، فنزل معاهم بيشوف الاجواء وبتاع، لقى هو عشان متاخد كلاعب محترف يعني مشترينه من نادي تاني في البطوله دي، فنزل لقى ان في مثلا كاميرا مان معاه هو بس، هو ما بيعملش حاجه غير ان هو الراجل بيصوره هو ايوه. بس. فطبعا لقى نفسه هو ده بقى جمع على طول ان هو لا هو بيسخن مش عارف يسخن، بيلعب مش عارف يلعب ومش عارف يبرفورم. ف فقام جالي على طول ساعتها، على طول بالليل قام مكلمني تعالى عندي 5 حاجات منهم دي، ماشي انا ده سيتويشن جديد عليا، انا ما عرفتش اتعامل معاه وانا بكره هنزل العب والراجل ده هيبقى موجود فيا. فبدانا نتناقش، تعالى نفهم السيتويشن ده بالراحه. اولا الراجل ده بيصورك، بس هل تصويرك ده طالع 100% في قناه تلفزيونيه بتصورك انت بس؟ قال لي تصدق لا، ده في بتاع 5 6 بيصوروا الناس كلها، وفي مخرج بيمنتج وبيعمل، وهو في الاخر هيطلع لي لقطه لقطتين. قلت له حلو جدا، يبقى مبين الفوكس اللي عليك ده الكاميرا دي فيك، هي مش فوكس حقيقي، تمام؟ طيب تعالى نشوف برضو السيتويشن بشكل مختلف. انت الواحد لو عايز يصور نفسه ويشوف البرفورمانس او عايز يطور البرفورمانس بتاعه هيعمل ايه؟ قال لي هيصور نفسه ويشوف اداؤه ويشوف. قلت له حلو، يبقى احنا لو بنتكلم على ليرنينج وديفلوبمنت، الراجل ده محقق لك دي، ان هو هيصورك وانت تقدر تشوف نفسك، فلما هتشوف نفسك انت هتقدر تطور البرفورمانس بتاعك قبل كده، فده راجل جاي يساعدك مش جاي يضغطك. قال لي وجهة نظر برضو صح، ماشي. قلت له طيب خد بالك حاجة كمان، الراجل ده بيدفع له فلوس كتير قوي لو انت عايز تجيبه عشان يعمل لك كده، فده واحد جاي اصلا مدفوع له الفلوس بتاعته وجاي، يعني ده بارت من يعني بارت من ان انت حد مهم وان انت حد جامد وان هو اختارك انت ايوه عشان يعمل طبعا. معاك كده وبتاع، مم. فانت تدفع فلوس كتير قوي عشان تعمل كده. فدي حاجه، دي ميزه وخدمه جايه لك، دي سيرفيس جايه لك كده من. قال لي لا خلاص 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 كده الموضوع ايه ظبط. وقلت له طب احنا هنعمل ايه بقى واضح. الستيب الاكشن ايه؟ قال لي الاكشن ان انا هروح اتصاحب على الراجل ده واقول له يلا ركز معايا بقى وصورني والدنيا تمام، وابدا اتعامل معاه ان هو واحد انا اللي جايبه برايفت وبيصورني، وان انا هاخد منه بقى كل التصوير ده وكل الفيديوهات دي لما يخلص، وان الموضوع ما بقاش عامل عليا ستريس ولا بريشر، فاهم؟ فاهم. فجاست بس he ان owned احنا the ان احنا position يعني. بالظبط كده، هو جاست ان هو بدا يشوف السيتويشن بشكل مختلف شويه، ودماغه بدات تترجمه بشكل مختلف عشان هو جديد عليه، بدا على طول ال الايموشنز تتغير من السيتويشن ده، فيبدا يحس ان هو مرتاح، فينزل الملعب يدور هو على الراجل بتاع الكاميرا ده، الراجل ده بتاع الكاميرا فين يا جماعه؟ الراجل بتاع الكاميرا اللي هيبقى واقف معايا، فاهم؟ بدل ما ايوه ايوه. هو محطوط عليه بريشر. وفعلا تاني يوم على طول اول ما الراجل بدا يصور وظبط دماغه على الفكره دي، خلاص البرفورمانس موجود، لعب ماتش حلو جدا، خد مان اوف ذا ماتش في الماتش ده يعني، فاهم؟ خلاص هي التشنج. بس هي البدايه فين؟ البدايه اويرنس. هو لو ما فهمش ان الحته دي عامله له مشكله
وان هو خد باله منها، وده بقى دي ميزه السن الكبير شويه، كان هيعطل، فاهم؟ او كان هيفاجئ انه بكره تاني يوم برضه هو نازل مش عارف يبرفورم بسبب الراجل ده. وهو ايوه قال يعني لو قال لنفسه مثلا لا عادي عادي مش مشكله، الراجل اللي بيصورني ده مش حاسس بمشكله، هينزل يلعب وحش، فاهم؟ لان هو عنده مشكله، بس هو فاهمك بيحاول يقول جدا انا ما طبعا. عنديش مشكله. ايوه برضه احنا كمجتمع شرقي، مش مصريين بس يعني، عندنا مشاكل. يعني عارف اللي هو في مفرمة اغلبنا بيخش فيها كده، بيطلع عنده شوية حاجات بقى ايه، من مدرب النادي بتاعه بقى اللي بيقول له انت بتدلع، للاب والام اللي بيزقوا العيال ومش عارف مين. مشاكل كتير اعتقد عايزين 90 بودكاست يعني مش هنقدر نخلصهم. بس يعني ايه اكتر حاجة انت بتحس ان هي بتجيلك، او اكتر مشكلة انت بتشوفها خاصة مع اللعيبة، يعني اللي هو ايه، هو الولد كويس بس هو مش مظبوط. ايه اكتر مشكلة انت بتحسها موجودة يعني، او انت بتقابلها في شغلك؟ طيب بص، انت قلت حته حلوه. هو انا المشاكل فعلا بيبقى في منها جزء نوعين: نوع اللعيب مع دماغه، يعني هو اللي مم. بيفكر بالشكل ده، ومفيش تبص على الانفايرمنت حواليه تلاقيها يعني انفايرمنت لطيفه تمام. جدا، تمام، مفيش اي مم. مشكله خالص. البيرنتس مريحين مريحينه، بس يبدا اللعيب يفكر لا هم تعبانين معايا، هم عاملين معايا مجهود، لا انا لازم اعمل لازم فهو بيحط بريشر على نفسه ده ويبوظ كرابيك جلد الانفايرمنت. الذات. ده بص دول اساتذه بقى، ماشي. وفي العاب واوقات بيبقى اللعيب لا الانفايرمنت اللي حواليه مزعجه شويه، زي الحته اللي انت قلتها. يعني عندي حد من اللعيبه مثلا في الجمباز، دي سمه معروفه في مدربين الجمباز: انت بتدلع. مم. لا هو اللعيب ده ما بيدلعش، هو اللعيب ده وصلنا لمرحله من الاويرنس ان هو فاهم نفسه كويس جدا، فاهم امتى هو فيزيكالي فاصل، فاهم امتى هو منتلي خلاص فصل، مش هيجيب الحركات اللي المفروض يجيبها مهما ضغطت عليا. فهو كل ده هري، وكل ده يعني الضغط اللي انت بتعمله بيتعبني فيزيكالي بس وخلاص. ف فلما بقى يوقف في الاول، كان لما يتقال له كده لا العب اعمل بتاع، بيبقى حاسس بايه، بتأنيب الضمير، انا ازاي ما بعملش، فانا بالذنب. كده مش عامل اللي عليا. مم. بالظبط كده. وبعدين لما بقوا يضغطوا عليه قوي، وبدأ هو يفهم فيقول لهم لا خلاص انا مش هعمل، انا هوقف كده، يبدأوا يكلموه بالصيغة بتاعت انت بتدلع، ايه ده انت بتدلع، ايه ده انت بتدلع. فالحاجات دي كانت بتفرق معاهم، طبعا بتضغطهم وبتفرق معاهم. وات تيكس تايم ان انت تطلعه من الزون دي وترجعه لفكره انت اللي بتقيم نفسك. هما ما بيقيمكش، هم مش فاهمين حاجه، هما بيقعدوا يقولوا انت بتدلع وخلاص، واسهل حاجه ان هو يقول كده عشان عايز يبوش يو، وعايز يتاكد ان انت جبت ال 100%. بس هو مش فاهم ال 100% دي، لان هو بيتعامل يبقى معاها شايل اكنك المسؤولية من على روبوت. نفسه برضه، الغلط من عندك انت. ده جزء صح جدا، بيشيل المسؤوليه من على نفسه. وبيقول لك برضو لا انت ما اديتنيش المية، هو ما شافش المية كحركات كأداء كفيزيكال، بس هو مش فاهم ان في حته منتل ممكن تخلي المية دي التاني ده وصل لها بزياده، هو وصل ل 120 اصلا. لان هو دلوقتي خلاص هو وصل اتضغط جدا وبقى اوفر جدا واكزوستد جدا، مش هيديك حاجه، وده انسب وقت ان هو يوقف. اللعيب لو فاهم ده منتلي بيبدا يقول لهم لا وات ايفر اللي بيحصل، لا ستوب خلاص انا كده تمام، وبيتقبل بقى النقد وبيتقبل اللي هم هيقولوه، مش بيفرق معاه حاجه. ف ف دي يعني المشاكل من الاخر نوعين: نوع طالع من دماغ اللعيب نفسه لنفسه، سواء بقى سواء حاصل معاه بقى سيت باك، سواء مشاكل في الريزلت، سواء اي حاجه، فهو بيبدا دماغه تضغط نفسه اكتر، او حاجات في الانفايرمنت يعني اللي حواليه، سواء بيرنتس بقى ضاغطين عليه قوي، او يعني انا يعني للاسف عديت على لعيبه مثلا، لا الاهالي كانت يعني في حد من اللعيبه مره في سيشن ده بقى كان صدمني يعني الصراحه، جاي بيحكي لي كده وبتاع، في اول جمله قال لي انت الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده هيروح لحد. قلت له يروح لحد ازاي يعني؟ مش هيروح في حته يعني. قال لي يعني انت الكاميرات دي مش بتسجل. هتكلم، مش بالظبط كده انت مش هتكلم بابايا ومامتي؟ اقول له لا انا اه. ماليش دعوه بيهم، انت عايز تقول لهم حاجه قول لهم، هم عايزين يكلموني ويحكوا لي حاجه يحكوا لي، بس انا طب انت مدرب مش هتحكي له؟ فقلت له لا انا مالي ومال المدرب، أنا المدرب لو عايز تراست يكلمني ايشوز برضه هيقول يعني، لي لو غلبان. احنا. اه. بص دي كانت المقدمه، بس خد بقى اللي بعدها على طول. فرد نفسه بقى على الكرسي كده وارتاح، قال لي بص بقى، انا هقول لك المشاكل اللي ضغطاني. انا يوم مثلا 27 11 سنه 2018، يا انا نهار ازرق. والله العظيم مامتي عملت معايا واحد اتنين تلاته اربعه، وضربتني مم. ومسكتني هزقتني قدام الناس. يوم مش عارف كام حصل معايا ايه، يوم كذا المدرب عمل، لا ده عنده
لا هو ده الانفايرمنت عنده هو اه المشكله، فاهم؟ وهو بيقول لي انا ما بنساش اه تاريخ، قال لي انا التواريخ بتسجل في دماغي من كتر ما انا بحس يا بازمه عيني. في فانت ده هتقول له ايه؟ وعايز اقول لك على الناحيه التانيه، لو اتكلمت مع اهله او المدرب قال لك احنا كيوت جدا معاه، احنا ما بنعملش اي حاجه، طبعا. ده هو اللي بيأفور، ده ايوه، هو مش ماكلك وانت فراخ. طبعا بالظبط كده. فيعني فدي حاجه من الحاجات، المشاكل اللي انت بتقابلك بتبقى مزعجه جدا. يعني انت في اوقات انت خلاص انت نو واي ان انت تكلم البيرنتس فيها، فانت بتبقى بتشوف هتظبط دماغه هو على الكلام ده ازاي، وبتبقى عارف ان في وقت من الاوقات انت هتيجي تخبط مع البيرنتس او تخبط مع المنظومه اللي هو فيها في ان هم اللي بيعملوه ده غلط. اتمينز على طول على طول ان انت هيوقف شغل معاك يعني. مش جاي ده تاني. الحل الاسهل. ايوه. بالظبط كده. فانت بتحاول بقى تهندل دي عشان الولد ما يخسرش كتير، وبتبقى عارف ان انت في الاخر هتاند اب بالريزلت دي كده كده يعني. فاهم قصدك جدا. يعني انا كعبد الرحمن زمان، يمكن ده اول مره اقول الكلام بقى ده معاك بما ان الكلام داخل في السكه دي يعني. انا كنت العب تايكوندو اصلا 3 سنين، ده الناس عارفاه. اللي الناس مش عارفاه ان انا كان اكبر مشكله عندي في التايكوندو كانت منتل. انا كان في اخر يعني من الحاجات اللي خلتني اسيب التايكوندو ان برضو زمان شويه كان النولج مش موجوده حتى في البدني والتاهيل وحاجه، فيعني المنتل ده بقى كان ايه حاجه تاسعه. فاللي امم. هو انا كان عندي اصابه بجد سيفير في الانكل بتاعي. والتايكوندو عباره عن ضرب، يعني انت يا بتنط على رجلك يا بتضرب بيها. فانا كان ان انا المس المت بس كده كان بالنسبه لي حوار. ده كان المفروض يعني كاصابه دلوقتي انا فاهم لا يعني ده المفروض بقى كان هنشوف نعمل اشعه هنجبس هنعمل يعني انكل سبين سيفير، وفضلت بعاني منه لحد دلوقتي يمكن. مهم يعني. فكان ساعتها الريسبونس ايه؟ هو انت هتلبس رباط ضغط واسبوعين وتنزل التمرين. خلاص بعد اسبوعين انت مش تمام، فانت بتتدلع. طب انا مش قادر، طب هتزق عليه، طب ازق عليها، فتوجع اكتر فمش قادر اكتر، فاهم الفكره. وبرضه في بوينت تانية ان انا ما كنتش، انا لحد دلوقتي ما بعرقش. يعني انا لو بعمل مجهود جبار وبجري وبطير وبنط هتلاقي ان النقطه نزلت هنا والنقطه نزلت هنا. لو شفت حاجه بتشر مني دي يبقى النهارده احنا بنموت يعني. فالكابتن اللي يشوفك مش بتعرق معناها ايه؟ انت مش انت مش بتشتغل. شغال اه. ده الجانب بتاع التمرين. فكل دي ايشوز كانت بتحصل لي ايه في التمرين. كل ده بقى انا كنت في التمرين كويس. مشكلتي فين بقى؟ في البطوله. انزل البطوله انا بفكر في كل حاجه بره المات اللي انا هلعب عليها. يعني المات اللي انا بلعب عليها دي اخر حاجه بفكر فيها. انا افكر في اللي واقف بره والكابتن هيقول ايه ولو غلط ومش عارف performance anxiety level 900. قعدت امم. ريكفر منها. انت متخيل دلوقتي انا شغال في التدريس، فانت بتطلع تتكلم قدام ناس ومش عارف مين. فانا عشان كنت اتغلب على العقبه دي يعني قعدت كتير يعني. مش قصه سهله. فاعتقد في ناس كتير عندها نفس اللي انا بعاني منه. اللي هو في التمرين تمام، لما بيجي بقى يلعب ولا حاجه هو مش مركز في نفسه اساسا. هو ما عندوش مش مركز في هنزل هضرب ازاي ومش بيفيجوالايز اللي بيحصل. المفروض انزل هضرب كذا وهلم كذا ولو هو عمل كذا طب هنعمل كذا. بيتخيل المواقف ويحط نفسه في اللعب. هو بقى بيحط نفسه في حتة تانية ولو غلطت ومش عارف مين والكلام ده. فانا عايز يعني اسمع منك التبس العملية عشان انت اكيد قابلك ناس زي دي يعني. بص انا اقول لك حاجه، دي من اكتر المشاكل فعلا اللي بتبقى موجوده، دي الاغلبيه. ليه؟ لان دي اكتر مشكله محسوسه قوي. يعني دي المشكله اللي اسهل مم. حاجه تلاقي حد بيكلمك لعيب او بيرنتس او بتاع، انا بتبرفورم في التمرين تحفه ومفيش حاجه في البطولات، وانا كلهم بيقولوا لي انت لو عملت البرفورمانس ده كنت هتبقى رقم كذا وبتاع وفلان وفلان اللي بيكسبك وفلان. طيب هنا انا عندي حاجتين مهمين. اول حاجه، اللعيبه مش زي بعض. يعني احنا اللعيبه عندنا حاجه اسمها ايز اوف زونز كده، بتقسم اللعيبه شويه. فهو مين لي سيمبل، يعني اللعيبه بتتقسم على 3 زونز. مش كل اللعيبه بتتعامل مع البريشر بنفس الشكل. اوكي؟ يعني في مم. لعيبه البيست بيرفورمانس بتاعها في اللو بريشر، وفي لعيبه في الميديوم بريشر، وفي لعيبه في الهاي بريشر. اوكي؟ وكل اللعيبه دول في الاخر في لو ما بيعملوش بيرفورمانس فيه، وفي هاي قوي ما حدش يستحمله. اوكي؟ طيب نوع اللعيب بيفرق معايا، عشان كده بتلاقي ساعات يقول لك ايه، انا في فلان والفلان بكسبه في التمرين كويس. لما تعمل اناليسز للاثنين دول كده من مواقف مختلفه، تلاقي ان اللي بيكسب في التمرين هو لو ايزوف، يعني هو اصلا بيحب اللو بريشر، فالتمرين اللو البريشر فيه اقل.
والتاني ممكن يبقى لو برضو، بس ممكن يبقى مودريت، ممكن يبقى بيتعامل مع الميديوم بريشر بشكل احسن. فده اصلا بيبرفورم في البطولات احسن عشان فيها ميديوم بريشر، وده بيبرفورم في التمرين احسن. فلما تيجي تحطهم في الماتش والبطوله ما لهمش علاقه ببعض خالص. تختلف. ليه ده اه طبعا. بيكسب؟ ده بيكسب عشان هو دلوقتي ده مرتاح اكتر، فهو بيحط البيست performance بتاعه، وده مش مرتاح. فبتبقى اول حاجه بس ان انت تفهم التايب بتاع اللعيب عامل ازاي، واللعيب يفهم ان هو حتى لو اللعيب مش فاهم، المهم ان انت فهمت ان هو محتاج اللو بريشر. طب هل انا هعرف احوله من ان هو آم، آم، ده من الاخر اللي هو يعني الانكزايتي ليفل بتاعه، يعني هو في الاخر احنا بنسميها الاراوزل يعني. بس هل انا هخليه يتعامل مع البريشر ده ان هو يتحول من لو لميديوم مثلا؟ لا، انا ما اعرفش اعمل كده. انا انما اعرف اخليه يحاول يفهم السيتويشن بشكل مختلف، يهدي دماغه منه، فيوصل للسيتويشن ان هو بريشر بتاعه اقل، فيلاقي نفسه بيبرفورم كويس. تمام. في اوقات فاهمة كتيره جدا. مثلا اصلا الناس عندها مشكله في فهم البريشر فين، بالذات الاهالي. بمعنى ايه؟ معنى ان يجي لك مثلا حد من الاهل يقول لك مع ان الولد بيلعب مع الناس الجامده، الماتشات الصعبه بيلعب فيها كويس جدا وبيبرفورم حلو قوي، ويجي مع الناس اللي قده ما يعرفش وبيغلط يلعب. في الكرة السهلة. هو بيتخيل ان الماتشات الصعبه دي منتلي فيها الهاي بريشر، انما هو واقعيا الماتشات الصعبه دي ده لو بريشر، ده اقل بريشر موجود. مم. ليه؟ عشان مفيش اكسبكتيشنز، مفيش القصه اللي انت بتحكي فيها. انت لو نازل تلاعب بطل العالم، معلش انت دماغك هتلاقيها في المات فعلا. انت بتفكر في البلان وبتفكر في هتعمل ايه، انت مش في دماغك لان انت يو دونت اكسبكت اصلا المكسب، فانت مفيش حاجه ضغط عليك. فاهم؟ فهم ما بيفهموش كده، بيفهموا ان الماتشات الصعبه دي بيبقى فيها الهاي بريشر، وان اللعيب بيبرفورم ايه ده، طب ازاي يلعب كويس في الماتشات الصعبه ويلعب وحش في الماتشات السهله. عشان كده تلاقي اللعيبه كتير بالذات في الالعاب الفرديه لو بيروحوا لان هم يلعبوا في الايفنتات الاكبر. يعني تلاقي لعيبه التنس مم. والسكواش، انا عندي 15 سنه، لا انا عايز العب تحت 17 وتحت 19. ليه؟ عشان البريشر عشان لو اقل. أدى جامد لو خسر عادي. هو البريشر هو بيلاقي نفسه اصلا اوريدي بيأدي احسن فيها. هو يلعب تحت مم. 19، انا بلاعب ناس كبيره او بلاعب حد بيرفورم كويس، مش خسران حاجه. والتاني اللي بيلعبني بيبقى مضغوط، مش عايز يخسر مني عشان انا صغير، فهو اه بيقابل طبعا. واحد بيلعب ببرفورمانس قليل، اقل من الطبيعي بتاعه، وانا بلعب بالبيست بيرفورمانس بتاعي، فبتبقى نسب ان انا اكسب او اتليست ابرفورم كويس بتبقى نسب عاليه. تمام. فاللي بيحصل ان انت عشان تتعامل مع حته الانزايتي دي مبدئيا انت لازم تحدد انت فين من البريشر. وغالبا اللعيبه دي بتبقى كلها لو بريشر عشان هم بيحبوا البريشر القليل فبيبرفورموا كويس في التمرين. ودول بيبقوا في منهم ناس كتيره بتوفر ثينك جدا، فاول ما يجي يخش في البطوله تبدا دماغه بقى تشتغل في 700 فكره. فبتبقى انت محتاج تفهم هو ايه اصلا اللي في دماغه، يعني عشان تتعامل مع ده تعالى انت قلقان وخايف من ايه. بنسبه كبيره هتلاقي الموضوع رايح في اتجاه المكسب، الخساره، الريزلتس، الكارير قدام، كلها حاجات ريليتد بالفيوتشر. بابايا ومامتي هيعملوا لما اعمل، هم تعبانين معايا، انا تعبت الفتره اللي فاتت وعايز الاقي نتيجه مجهودي. كلها حاجات مربوطه بالايه، بالقصه دي بشكل كبير. طبعا كل لعيب بقى في دماغه فكره او فكرتين، ما بيبقاش كل الكلكعه دي يعني. وفي ناس طبعا بتبقى دماغها مم. مليانه بحاجات يعني. بس فانت بتبدا تاخد الافكار اللي معاه دي وتبدا تتعامل معاها بقى ايه، واحده واحده، وتوصله قوي لفكره ان هو محتاج يروح للبرفورمانس اكتر ما يروح للريزلت. وان الريزلت هتيجي بشكل مختلف كل ما البرفورمانس عالي. وان هو يبدا ما يقارنش اداؤه في البطولات بادائه في التمرين اصلا، هو يبدا يقارن اداؤه في البطولات بادائه في البطولات. يعني انت النهارده لعبت وحش اتس اوكي وطلعت مثلا من دور ال 32، اوكي، جينا لعبنا في البطوله اللي بعدها طلعت من دور ال 32 او ساعات ال 64 كمان، انا مش دعوه بالريزلت دلوقتي خالص، انا عايزك تقيم وتشوف البرفورمانس بتاعك بقى احسن ولا لا، انت لعبت مرتاح اكتر ولا لا. انت كده كده ممكن تخسر، ممكن تخسر تحكيم، ممكن تخسر اي حاجه، انا ماليش دعوه. انا في الاخر عايزك تحس ان انت مرتاح اكتر، ارتحت اكتر، اديت احسن، سيبك من الريزلت دلوقتي هتيجي بعدين. فيبدا هو يحس ان هو بيبوست الكونفدنس بتاعته، بياخد ثقه تاني من ان هو بص على البرفورمانس اكتر ما هو بص على الريزلت. طب هل دي سهله؟ لا طبعا مش مم. سهله، لان الناس بتبقى دماغها اورينتد بالريزلت بشكل كبير. طيب السؤال هنا هو ليه الناس ما بتتطورش؟ ما انت دلوقتي لعبت ماتش واثنين وثلاثه واربعه، تمام، ونزلت بطوله واثنين وثلاثه واربعه، ليه انت ما بتتطورش منتلي؟ يعني ليه انت مش معنى ان انت نزلت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعمال تبرفورم وحش ان انت تتطور منتلي؟ ده سؤال مهم.
لان انت غالبا لما بتلعب بتتطور، لما بتتمرن بتتطور. المشكله هنا ان احنا في البروسيس المنتال الدماغ ما بتفهمش الكلام ده. يعني ايه؟ خلينا ادي لك مثال لطيف. انت النهارده لو مثلا في موقف معين بتتعامل مع حد او حاجه، او قابلت حد في سكتك وقال لك حاجه وبعد ما مشيت قعدت تقول لنفسك ايه ده، وانا ليه ما ردتش عليه وقلت له كذا 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 كذا، تمام؟ ممكن تلاقي الموضوع ده شاغل دماغك يومين ثلاثه، وما ترتاحش غير لما يحصل موقف شبهه وترد على طول بالرد اللي انت ايه، اللي انت جاهز بيه. هنا الدماغ عملت ايه؟ هنا الدماغ شافت ان في موقف، في مشكله بعد ما حصل، ورجعت رتبت له كويس قوي، رجعت عملت عليه ريفليكشن كويس، ورتبت البلان بتاعته كويس، واستنت الموقف ده تاني وحفظته كويس وبدات تتعامل معاه. احنا منتلي ما بنعملش كده في الماتشات والبطولات. احنا بننزل نخسر، بنرجع متضايقين مخنوقين، بنراجع اللقطات الوحشه اللي في الماتش ونقول احنا هننزل نتمرن تاني. طب بس انت دماغك ما فهمتش لما تتحط في البريشر ده تاني هتعمل ايه؟ هي انت هتتفاهم مم. معاها ازاي؟ هتقول لها ايه؟ فانت بتروح الماتش اللي بعده تقول لها نفس الكلام وتضغط عليها اكتر بقى بان انت اتمرنت كويس، فانا لازم الاقي بقى ريزلت بقى المره دي. فانت حاشي نفس الكلام جوه دماغك، وتلاقي الدنيا برضه ما ظبطتش. عارف ساعات امتى بتظبط؟ لما مثلا واحد ينزل يخسر 5 6 7 8 بطولات مثلا، وبعدين ي... يحصل بقى ان هو وقف، او وقف الامتحانات، او وقف الاصابه وراجع without expectations خالص، هو فيرفلكت مستني ان بقى. هو يخسر. لا مش بيرفلكت، هو بينزل بالصدفه. اللي بينزل بالصدفه البريشر قليل عليه. ما انا خسرت، ما انا بخسر، اه. فانا مخنوق اصلا، وانا ما اتمرنتش كويس وما حطيتش ايفورت، فيلا بينا نلعب بقى وخلاص. فتلاقيه بيبرفورم حلو قوي فيكسب، مم. فيقوم حاطط على نفسه بريشر تاني. يجي في السيتويشن اللي بعده يبدا يقول لك انا المفروض العب زي بقى المره اللي فاتت، بقى انا عايز بقى العب حلو زي المره فهمت اللي فاتت. قصدي. بس هو ما حطش ذا سيم كونديشنز، هو ما فهمش برده. هنا بقى ما عملش ريفليكشن، هو ما فهمش برده هي ليه المره دي ظبطت وليه قبل كده ما كانتش بتظبط، فينزل بنفس المنتاليتي القديمه. انا اتمرنت احسن، ده انا المره اللي فاتت جبت ميداليه وانا مش متمرن كويس، ما بالك بقى ان انا اتمرنت احسن. فيكسبكت من نفسه ريزولت احسن، فتلاقي الدنيا وقعت. فاهم؟ فاهمك. فدي ايشو بتبقى مهمه شويه. الحاجه الثانيه في مشكله الانكزايتي برضو يا عبد الرحمن بتبقى مهمه قوي، ان اللعيبه بتخلط ما بين البريشر اللي عليها وما بين الكونفيدنس اللي المفروض تبقى موجوده عندها. يعني انت تلاقي حتى المدربين بيغلطوا في الحته دي شويه. انت تلاقي ان انت وانت قاعد مثلا قبل الماتش انت قلقان، وانت حاسس ان انت قلقان، تلاقي نفسك بتقول لنفسك ايه، لا 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 انا متمرن كويس وجاهز وانا تمام وزي الفل. وتلاقي المدرب مثلا لو انت جيت وقلت له انا قلقان والماتش ده سهل اصلا، انت بتقلق من الماتشات السهله اكتر من الماتشات الصعبه، تقول له انا قلقان شويه من الماتش ده مثلا، ده لو قلتها يعني، تلاقي المدرب بيقول لك انت عبيط ولا ايه؟ لا 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 فوق كده، انت عارف انت مين وعامل ايه، وانت تديله، ده ما ياخدش منك لمستين ونقطتين هو بيتكلم على ايه؟ هاي اكسبكتيشنز. هو بيتكلم، ايوه. هو بيحاول يبيلد الكونفدنس بتاعتك، فبيعلي اه. الاكسبكتيشنز وبيأكد لك ان الفكره اللي موجوده عندك دي غلط، فبيضغطك اكتر. فهو ايوه. بيزود الانكزايتي بتاعك من غير ما ياخد باله، وانت اه. بتعمل دينايل للانكزايتي ده وحاله الاستريس اللي انت موجود فيها، وبتروح تبص على الكونفدنس، لا انا جاهز انا متمرن كويس. وهو في علاقه ما بين الكونفدنس والبريشر، انت كل ما بقيت كونفدنت اكتر كل ما البريشر عليك بقى اعلى، لان انا لان انا المفروض دلوقتي الاكسبكتيشنز عاليه من نفسي، فانا المفروض ابرفورم. فبتبقى اول خطوه ايوه. برضو مهمه ان احنا نفصل الاثنين عن بعض. مش معنى ان انت جامد قوي، مش معناها ان انت لو ما اتعاملتش مع البريشر والضغط اللي عليك ده ان انت ما تخسرش، لا اخسر انت وخليك مش جامد. جامد. اه. بالظبط كده. ودي بقى المشكله، ان الرابطه دي بتيجي علينا بقى بالعكس، ان اللعيب بعد ما يبقى جامد وجاهز ويخسر يبدا بقى يحس ان هو ايه، لا ده انا بقى كمان مش جامد. فاهم؟ فهو بوظ لي ايوه. الاثنين، هو على ليفل البريشر قوي وقلل الكونفدنس، فنقعد بقى نجري ورا الاثنين مع بعض. فاهم؟ اللي هو انت طب انت ليه، ما انت كنت كويس يا حبيبي، مش مشكله يعني، حتى لو خسرت انت كده كده عارف ان انت كويس. فبتلاقي الايشو بتاعت الانكزايتي دي بتبقى عامله يعني، فاهم؟ هي قصه كبيره، هي قصه طويله محتاجه هندله من كل الاطراف. فاهم؟ هي لوب. يعني حلقة مفرغة كده فعلا يعني. ده حقيقي. والمدرب لما بيخش بيبوظها، بتبقى المشكله ان انت ازاي انا هتعامل مع كلام المدرب من غير ما يزود لي ليفل البريشر عليا. تمام؟ لان هو هيقول لك كده. ودي بتحصل كتير، تلاقي مثلا حد يعني حصلت مع لعيب من اللعيبه اللي معايا للاسف يعني،
بس انا ما لحقتش اهندل دي معاه. كنا في بطوله عالم ماشيين كويس قوي، مكبرين دماغنا على الاخر، فهو بيبرفورم تحفه، تمام، لغايه ما وصل للسيمي فاينل. لما وصل للسيمي فاينل هو خلاص جاب ميداليه، جاب ميداليه في بطوله عالم وهو صغير، عنده 15 16 سنه. ف ما شاء الله، اللهم بارك. فنزل له رئيس الاتحاد يقول له ايه؟ يقول له بقول لك ايه، الميداليه البرونز بتاعتك دي ولا تلزمني، انا معايا واحده منها جبتها امبارح في ليفل تاني يعني، ما انا معايا برونز، انا اقل من الفضه والذهب ما يلزمونيش. الولد نزل ما حطش بيرفورمانس بجنيه في الماتش. مم. فليه؟ انت ايه ليه يا حبيبي؟ ده مش موتيفيشن دلوقتي، الولد اه. ماشي كويس، هو كونفيدنس، هو مش هو يقول لك هنا بقى ايه، المدربين والناس اصل هو هيستكفى، اصل هو هيقول كده خلاص. يا حبيبي مش هيقول كده خلاص، هو انت جبت منين ان هو هيستكفى؟ ما تزقش في حته من غير ما تبقى متاكد مم. منها، ما تقولش كلام هيبوظ الدنيا، ممكن وممكن يعدل الدنيا لو هو مستكفى. طب انت عارف منين؟ اساله، قول له انت ناوي على ايه؟ ايه النظام؟ دماغك فيها ايه؟ حاسس ان انت هتكمل ولا كده انا تمام؟ لو قال لك انا حاسس ان انا كده تمام، لا اضغطه بقى، قول له حاجه تخليها من النوع ده. ان هو لو عايز يعملها وعايز يجيب اول عالم وانت ضغطته الضغطه دي، لا هو نزل طبعا قلقان جدا وخايف جدا ان هو ما يعملش، لان ما حدش كان بيكلمه وما حدش كان اكسبكتد منه الميداليه دي لغايه ما جابها. وهم فعليا ايوه طبعا. ساتيسفايد بيها جدا، هم مبسوطين بيها جدا، بس هم عايزين يزقوا. طب انت مش محتاج عايزين تزقه يعلوا. دلوقتي، اه. حضرتك هدي دلوقتي، ده مش تعليق، دي تهدئه. مين بقى يفهم ده؟ لا مش للاسف احنا، يعني احنا بناخد الموضوع بالايه، وهم للاسف برضو بعد ما بيحصل كده والولد يخسر يقول لك كان تعبان، باين عليه فيزيكالي كان مش قادر، فاهم؟ والله بيطلعوا الموضوع في اي حته ثانيه. لو مدرب الفتنس اللي ايوه. شغال معاه طب يعني يموت نفسه ولا يعمل ايه الراجل؟ الولد واقف على ايوه. رجله، بس هو من الاسترس جسمه كلبش، ايوه، ورجليه كلبشت في الارض من البريشر اللي انت حطيته عليه. ويرجع يقول لك، وممكن على فكره انا شفتها برضه مره مع حد من اللعيبه، كنت قاعد في بطوله والبنت بتلعب، وكان بقالها 3 سنين ما جابتش ميداليه، اوكي، وعملنا بطوله في الروقان بقى، انت مش متخيل، بتبرفورم وجابت الميداليه، ماشي، برضه بتلعب سيمي فاينل دلوقتي نفس السيتويشن، نزلت لعبت وحش قوي قوي في السيمي فاينل ده، تمام، وانا مم. قاعد ومامتها قاعده والمدرب قاعد. اول كلمه اتقالت بعد ما خلصوا، بص بقى النقيض هنا اللي بيحصل، المدرب والام قالوا ايه؟ قالوا استكفت، جابت ميداليه بقى لها 3 سنين ما جابتش، كتر خيرها وبتاع والحمد لله، وكان ممكن، بس البنت طالعه منهاره عياط. فانا بصيت لهم كده قلت لهم يا جماعه ما ينفعش ابقى مستكفي وطالع بعيط العياط وعيط. ده، مم. ازاي؟ طب انا مستكفي واطلع اسلم عليكم واقول لكم تمام، انما انتوا شايفين العياط ده؟ قلت لهم معلش سيبوا لي انا الموضوع ده، وهبقى اقول لكم طلع عليه دي. بعدين. وخدت البنت وقعدنا نتكلم، طلع ان الماتش ده هي لعبته من سنتين، ولعبته وحش قوي وخسرت جامد قوي، نفس البنت دي كانت بتلعبها، فهي قبل الماتش على طول رجعت، عملت فلاش باك كده ورجعت الماتش ده، وخافت ان يحصل معاها نفس الاداء ده وان هي تلعب وحش وان هي بس، وقد ومن كان. كتر ما هي عايزه تكسب جدا لعبت وحش قوي. مم. قلت لها طب احنا مش ماشيين على الزون دي طول البطوله، طب انت ما قلتيش ليه؟ هنا بقى حاله الدينايل. قلت ما انا يمكن هبقى خلاص كويسه وهلعب حلو، انا بلعب حلو البطوله دي. لا، انت بتلعبي حلو البطوله دي عشان دماغك مظبوطه في البطوله دي، وقت ما دماغك هتفصل مش هتلعبي حلو. وعايز اقول لك هو المنتل بشكل كبير كده لحظي قوي، يعني انت ممكن تلعب طول الماتش حلو وتيجي على لقطه اخر ثانيه ما تلعبهاش حلو، عشان انت منتلي دماغك راحت في حته في حتة تانية، بوظت فصلت لك الدنيا. الزون. بالظبط كده، هي مم. الزوم بالظبط. في واحده اللعيبه ساعات بتوصل للليفل ده، لسه في واحده من اللعيبه من اقل من اسبوع لقيتها بتكلمني كتير قوي كده، مكالمات ورا بعض، وهي مش طبيعي ان هي بتكلمني في نص اليوم كده. بتعمل كده. فقمت جاري على طول، فاهم، طالع رادد عليها، ايه في ايه؟ قالت لي بص انا في وسط الماتش، انا بلعب ماتش، اوكي، وانا في وسط الماتش، وفي في واحده اتصابت، فهم وقفوا الماتش وانا جريت بسرعه اخد التليفون واكلمك. ماشي، في ايه بقى؟ قال لي انا بلعب وحش جدا، ماشي، انا مش عارفه العب خالص، انا متوتره قلقانه خايفه، وهي في المنتخب فخايفه مدرب المنتخب يمشيها وبتاع. هنا عشان انا يمكن عارف دماغها شويه وعارف هي بتفكر ازاي، فكان معانا، قلت لها معانا قد ايه؟ قالت لي معانا ماكسيمم 2 مينتس، معانا دقيقتين نظبط الدماغ. فما كانش هينفع لسه استقبل منها قوي عشان انا، بس انا عارف دماغها بتفكر ازاي على طول. فقمت قايل لها طب بصي 1 2 3 4 5 6 على طول،
من ايه مبوظين الافكار اللي في دماغها دي شويه، المتاح، ورايحين في ايوه. فكره تانية خالص. تمام. فبس وقامت قافله البتاع ونزلت الماتش. عايز اقول لك بعتها لي بعدها ان هي لعبه تحفه، يعني الحمد ما شاء لله الله. لعبت كويس قوي 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 قوي. الفكره ان انت متخيل ان البرفورمانس مربوط برابطه صغيره جدا ممكن تحصل في دقيقه، في ثانيه. فاهم؟ اللعيب جاست ان هو بقى اوير. دي اول حاجه، هي لو مش اوير مش هتكلمني. فهي البدايه من عندها، هي بقت اوير وعايزه تحل، وعندها استعداد تفتح دماغها للحل. يلا يلا انا عايز اظبط دماغي. وفي لعيبه بتعرف تعمل ده، يعني لما تقول لها الفكره او تقول لها الحاجه، او زي ما كنت بكلمك على اللعيب اللي هو مثلا الكاميرا مان، قلت له واحد اتنين ايوه ايوه خلاص خلاص تمام انا كده دماغي ظبطت انا هشوف لنكت. الموضوع بالشكل ده. اه. بالظبط كده. في لعيبه بتلنك بسرعه قوي، دي بتبقى يعني ما شاء الله تالنت كده عندهم منتلي. فاول ما بتلنك تلاقي على طول البرفورمانس اختلف على طول. فاحنا اصلا منتلي انا ما بعرفش امشي مع اللعيب في فكره الباد داي والاوف داي والكلام ده خالص. انا طول ما انت دماغك مش مظبوطه، الا طبعا لو تعبت والموضوع بقى يعني خلاص انت اتضغطت قوي، اقول لك خلاص اقفل على كده. بس اي حاجه في الماتشات بالذات في الالعاب الجماعيه، باسكت بول، هاند بول، كوره، لا معلش انت ينفع تجيب نفسك، انت معاك من الوقت اللي يخليك ترجع دماغك تاني وتجيب نفسك تاني وتperform بشكل احسن من امم. اللي انت كنت بتperform عليه في ثواني. جاست ان انت اتعاملت مع دماغك صح وعرفت مشكلتها فين وظبطتها، تلاقي البرفورمانس عندك بيحصل. طب الحريه اللعيبه برضو في الماتش. عندك الحريه وعندك الوقت، وساعات بتطلع بره وبتنزل، يعني الهاندبول والباسكت بيطلعوا وبينزلوا، فانت تقدر تعمل ده امم. تقدر تعمل ده. بس هي الفكره كلها ان انت تبقى فاهم اصلا ان في مشكله وتلقطها، طبعا. وتبدا ترجع تبقى للوعي. عارف بالظبط، ويبقى معاك التولز ان انت تحلها بقى. طب انا هحلها امم. ازاي؟ انا معايا تولز تخليني هعرف افكر دلوقتي بشكل مختلف، والوقت اللي معايا قد ايه عشان اقدر احل فيه قد ايه. فاهم قصدي؟ بس هي البدايه اصلا ان انا القط ان في مشكله، ان القط المشكله وافهم هي جايه منين. تقدر تغير البرفورمانس، بيتغير، بيشفت في ثواني يعني. الله ينور عليك والله. بص، هو انا عشان كده انا مبسوط جدا بالكلام اللي بيتقال، لان انا بقول لك انا كعبد الرحمن شخصيا لما كنت لعيب انا كنت مفتقد الحد اللي يعمل معايا كده، لان انا اهلي كانوا بيتعاملوا معايا زي ما انت بتقول، هو فاكر ان هو بيساعد بس هو يا عيني التولز اللي معاه ماشيه في اتجاه تاني خالص. فهو ده فعلا فايده المنتل كوتشنج. الموضوع مش لاكجري، مش حاجه كده تعملها لما تبقى فاضي او يعني قشطه لقينا مشكله لما نشوف الكلام. لا، الموضوع مهم فعلا، خاصه ان في مجتمعنا الشرقي احنا المينتاليتي بتاعتنا يا جماعه في الزلافه يعني. احنا الدنيا عندنا مش تمام، فاحنا محتاجين حد فعلا الميدل مان، الشخص لا اللي بيظبط لك الدنيا ويساعدك تمانج يعني. وخد بالك كمان ان انت طبيعتنا كمان بقى كمجتمع شرقي، انت حواليك حاجات ضغط عليك مش موجوده في اللعيبه. اللعيبه التانيه بتلعب وخلاص، بتلعب رياضه، اللي بيلعب رياضه مركز في الرياضه، معاه سبونسرز، معاه فلوس، انت هنا بتلعب ومضغوط عليك ماديا ومضغوط عليك دراسيا ومضغوط عليك مجتمعيا ومضغوط عليك في السوشيال ميديا، ومطلوب منك ان انت تبرفورم. فاهم؟ عشان كده مم. وعندك بقى الايشوز اصلا الطبيعيه اللي بتحصل حواليك في المجتمع. يعني انا في اوقات كتيره بلاقي ان انا عشان احل مشكله اللعيب انا محتاج احل الحاجات، ونتكلم في الحاجات اللي مش في الرياضه خالص. احنا ممكن نتكلم اه. في اي مشاكل، ممكن نتكلم في مشاكل ماديات بقى ومش عارف مين ماديات، وكده، اه مشاكل طبعا. عاطفيه، احنا ممكن نتكلم في اي حاجه. هي في الاخر مم. هتليد ان هي تبرفورم. يعني من المواقف المتكرره معايا جدا مثلا، ماشي، ان يبقى في حد في ريليشن معينه عاطفيه تم، كان حد هيقدم لحد، حد هيتجوز حد، حتى في الليفل ده او في الليفل الصغير، جو الصحاب والكلام ده، والاثنين بيلعبوا نفس اللعبه، والاثنين بيقابلوا بعض في الملعب او في البطولات او في بتاع. فانت بتلاقي ان ممكن فوات كتيره جدا والله اللعيب ما مم. عرفش يلعب، او اللعيبه البنت ما عرفتش تلعب لمجرد ان الحد ده كان موجود، او هي شافته، او هو زمان كان بيعمل لها السبورت ودلوقتي ما بقاش يعمل لها. تلاقي نفسك دخلت في ايشوز كده اللي هو طيب تمام زي الفل. بس ايوه. يعني انت مضطر تهندل الكلام ده عشان تعرف ت... ت... عشان في الاخر اللعيب يوصل للبرفورمانس بتاعه. لان هو عبال ما هيهندل القصه دي التيكس تايم، وهي دي الفكره في لعيبه كتير. بص، مش كل الحاجات من وجهه نظري الواحد بيعرف يحلها مع نفسه، لان انا برضو لما كنت بلعب في اوقات انا عديت بمواقف ما كنت فعلا محتاج اتكلم مع حد ومش لاقي حد فاهمني. يعني اهلي برضو مش فاهمين الدنيا، بتكلم مع ناس لعيبه رياضيين مش فاهمين لعبتي يعني. الموضوع كان بالنسبه لي لا انا محتاج حد فاهم وما لقيتوش. ووصلت الليفل ايوه ان فاهم. الاتحاد كان عامل معانا مشكله، وبطلنا كلنا اللعبه بسبب مشكله في الاتحاد وانا مش عارف اتكلم مع مين. ف... ففي وقت من الاوقات بيبقى اللعيب هو محتاج يعني يتكلم مع حد، ومحتاج يفهم مشكلته الحقيقيه حتى لو هي بره الرياضه، عشان في مشاكل ممكن تاخد سنه لغايه ما انت تحلها، وممكن تحلها في شهر شهرين
لو في حد بيجايد يو. وفي مشاكل انت ما بتحلهاش اصلا، لان انت بتحصل في موقف وبعدين بترمي السيتويشن ده، وبعدين يتكرر عليك بعد 6 شهور تاني، فتقع فيه تاني وتقع فيه تالت. فانت عمال تقع لان انت ما وقفتش عنده وفهمت فين المشكله. جيت في النص لعبت بطولات ولعبت فيها كويس، خلاص بتنسى لان انت كان عندك مشكله قديمه وما اتعاملتش معاها. فلما بتجي لك تاني بسبب سيتويشن معين، تلاقي نفسك لبست في الحيطه فيها فتنساها تاني وتسيبها 6 شهور تانيين. فهنا بقى لما تبقى انت شغال مع حد بيقف بقى يقول لك لا تعالى هنا، تعالى نشوف المشكله دي. فلما تتكرر تاني هو بيريليت اصلا، يعني هو اللي معاك ده يقول لك اه احنا من 6 شهور لا ده حصل كذا، السيتويشن ده كذا. كان الموقف ده كان حاصل معايا في لسه كان عندي حد بتلعب سكواش برضه في بطوله، وكانت اوير قوي بالزوم بتاعتها، وجت قالت لي انا قلقانه من الماتش ده جدا، مع ان هو ماتش يتجاب وسهل، مش سهل قوي بس هو يتجاب. عايز اقول لك ان احنا عشان نفك الماتش ده بدانا نريليت لماتش هي لعبته من 4 شهور، كان تقريبا مم. اولموست نفس الزون بنفس القلق بنفس ال يعني الليفل البنت اللي هتلعبها. وبدانا نشوف احنا ازاي هنا نجحنا في السيتويشن ده، وازاي الاكسبكتيشنز بتاعتنا من المنتال سايد بتاع اللعيب التاني هيبقى عامل ازاي، لان الموقفين شبه بعض جدا. وهي كانت اتعاملت في الماتش ده كويس قوي، فقلنا احنا هنكرر السيتويشن ده تاني ونتعامل بهدوء جدا ونقدر ايه نوصل. وفعلا نزلت كسبت 3-0 على طول، ماتش ايزي جدا لمجرد ان هي ان هندلت شاء دماغها الله. وظبطت. وهي الناحيه الثانيه كانت فهمت قوي واتاكدت قوي. وهي حتى بعتت لي بعد الماتش يعني بتقول لي انت، والله قالت لي كده انا فاكر، يعني قالت لي انت عالمي، انت ازاي عرفت ان ده هيبقى نفس الزون بالظبط. يعني بتقول لي انا دخلت فعلا الماتش هو بالملي، هو الماتش التاني بيتكرر بالملي في كل حاجه. ففي وقت من الاوقات لما بتبقى انت عايش مع اللعيب وفاهم دماغه شويه، بتقدر تريليت لحاجات لو احنا ما كناش وقفنا عندها قبل كده، ما كناش قدرنا نعمل وهو اللعيب لوحده صعب يعمل القصه دي بشكل كبير، لان هو بيبقى دماغه اكيد ساعتها طبعا. مضغوط ومش عارف يفكر اصلا. هي دي فايدة برضو، عارف ادي عيش لخبازه. في ألف حاجة في الرياضة محتاجة ألف بني آدم يعملها. أنت كمدرب الرياضة ما ينفعش تعمل كل حاجة لوحدك. أنت لو يعني مثلا في الكورة، خلينا نتكلم في الكورة عشان عارف أنت الباك جراوند بتاعت الكورة، في مديرين فنيين كتير بيفهموا في البدني، بس أنت لو مرنت البدني حتى لو أنت كويس فيه، أنت مش ده مش صح. لو أنت عندك بدني تمام، جيب حد بتاع بدني وانقل له دماغك، بس خليه هو مسؤول عن ده. يعني انا لو شايف ان انا كمدرب انا بظبط دماغ اللعيبه والعيال بتحبني وكونكتد معاهم وكل حاجه، هات منتال كوتش، لان دي وظيفته هو وهو مسؤول عنها. خليك تسوبرفايز عن الموضوع وكل حاجه، بس لازم يبقى في حد. بص دي بتاعتك انت المسؤول، يعني لو الدنيا باظت هجيبك انت اقول لك اعمل كذا يعني. فهي دي اللقطه، احنا بس عندنا فعلا حته ان احنا نجيب الدنيا من فوق، ده هدفي فعلا يعني. ان احنا نعرف نوصل للناس اللي تاخد القرارات وتفهم هم واعيين في ايه، لان الناس اللعيبه عشان توصل لهم هي من تحت لفوق ولا من فوق لتحت. يعني احنا شغالين على الاثنين يعني الحمد لله، بس يعني هي دي اللي احنا بنحاول نعمله هي فعلا. هي مشكله عبد الرحمن ان انت بتصطدم سنه بالايجو بتاع المدرب. يعني ايه الايجو بتاع المدرب؟ ساعات يقول لك لا ما انا فاهم في كل حاجه مش محتاج اجيب ده، ليه يعني وانا جامد فيه. فلما امم. يجيب حد، ويجيب حد برضو عايز اقول لك، بس ساعات المشكله انه ممكن يجيب حد مش فاهم قوي ليه برضو، عشان انا مش عايزه يناطح معايا او مش عايزه يضرب معايا او اه يعمل طب حاجه او يقول لي انت كده. انت لا احنا مش هينفع نعمل ده ومش هينفع اه. نزود الحمل ده. طبعا الناس بتاعت بره غالبا بتبقى يعني الاجانب بالذات تلاقيهم فاهمين القصه دي كويس، لا هم فاهمين قصه التخصص وبيحاولوا يفهموا كل حاجه عشان يبقى اوير. بس هو عارف ان هو يعني وقته من ذهب. انا الوقت اللي هحط فيه بلان مثلا للماتش وهقعد اتفرج على فيديوهات وارتب انا هلعب ازاي، اهم عندي بكتير قوي من ان انا احط انا البلان البدني مثلا. وانا ليه اخش انا في الاحمال والقصه دي؟ اجيب الواحد واشوف لما الاقي الاصابات كتير عندي لا تعالى هو انت شغال غلط ولا ايه اللي بيحصل، انا بقى فاهم. او انا عشان عنايه كويسه اقدر اعدل عليها واقول له بص لا انا محتاج اعمل كذا، احنا محتاج ننزل باللود شويه، لا انت معاه. اتكلم معاه زي ما انت عايزه، سيبه هو يليد ويعيش ويخش في التفاصيل الصغيره ويخش مع كل لعيب لوحده. وخد بالك ان في بارت كبير امم. قوي انديفيديوال في الاخر. يعني انا متخيل برضو مهما كان شغلك ماشي انت هتشتغل احمال على الفريق، بس في الاخر انت في لعيبه عايز تظبط لها حاجات معينه. هو اكيد مستحيل طبعا. يقعد يفكر للعيب الواحد زي ما انت هتفكر له. اللعيب ستيل عنده الحته بتاعت
انا مش هروح للمدرب، مش هروح للهيد كوتش، مش هينفع كل شويه بروح للهيد كوتش بقول له انا عندي مشكله. انما انا هبقى، لو انت سايب المنتل كوتش وهو جاله قال له مثلا انا عندي مشكله في البيت ودي مأثره عليا، انا اقدر اروح اقول للمدرب ما تلعبوش النهارده، ليه هو مش جاهز النهارده، او ما تتوقعش منه بيرفورمانس عالي النهارده، او احنا في مشكله وانا ما عرفتش اظبط له دماغه فيها وما عرفناش نوصل لاحسن حاجه، فما تحكمش عليه النهارده. او تعالى يا مدرب انا عايزك تقول كلمتين للعيب ده هتفرق معاه كتير، هو ستيل ممكن ما يبقاش واخد باله او ده مش الستايل بتاعه الطبيعي. ففي حاجات ايوه، فاهمك في جدا طبعا. كونكشنز وحلقات وصل مهمه طبعا. فكون ان في ونقفل حد الدايره على تاني. بعض، يعني بالظبط يبقى كده. كل واحد ماسك حته، ماسك اللعيب من ناحيه، عمالين نزقه جوه الدايره اللي احنا عايزينها. انت بتزقه منتلي، والنيوتريشنست بيزقه في النيوتريشن، وانا بزقه بدني، بتاع النادي بيزق، كل واحد بيزق. فما يبقاش واحد ماسك كل واحد كده، فالدنيا عماله تسرسب منه. ما ينفعش تبقى بتعمل كل حاجه يعني. اعتقد دي اهم حاجه. انت ايه نصايحك للمدربين؟ يعني انا كعبد الرحمن مثلا، ازاي اب ماي جيم مع اللعيبه؟ لو شفت لعيب عنده مشكله افاصل، اتعامل معاه ازاي؟ بص، هو طبعا البوند والرابول اللي بيبقى ما بينك وما بين اللعيب ده حاجه مهمه جدا جدا جدا. ماشي. انا بيبقى نصيحتي للمدربين بصفه عامه، معلش انت محتاج تنسى شخصيتك شويه. يعني ايه محتاج تنسى مم. شخصيتك؟ يعني النهارده شخصيتك الطبيعيه مش راكبه على كل اللعيبه، انت محتاج تدي الشكل اللي اللعيب محتاجه. هدي لك اكزامبل مثلا. في لعيب، انا تعالى نخش في الحته بتاعتكم من الناحيه المنتال شويه. النهارده انت واقف بتدرب مثلا 4 لعيبه في المكان بتاعك او في الجيم او وات ايفر. كل لعيب من دول بيرتاح لزون معينه في شكل التدريب. في واحد محتاج يحس بس ان انت باصص عليه، بس ما تكلموش قدام الناس كتير. في واحد محتاج يتاكد، كل عنده كده يعني هسس شويه ان هو لازم يتاكد ان التكنيك مظبوط، فهو محتاج ان انت تقعد تاخد بالك من التكنيك بتاعه قوي وتقعد تعدله له كل شويه وتبقى جنبه، ما تسيبوش. حتى لو بيعمل التكنيك صح، فاهم؟ انت ممكن تروح تقول له ايوه. حلوه قوي رفعت ايدك دي تمام جدا، فهو كده خلاص اتاكد ان التكنيك بتاعك مظبوط. في واحد تالت هو محتاج كلام موتيفيشن بس، الله ينور احنا ماشيين كويس. في واحد رابع محتاج ان انت تبوش اكتر، تبقى بتقول له لا ايه فاهم انت، لا تعالى ايه يا عم دي سهله ندلع وانت مش ليه؟ عارف تعملها ليه، بالظبط اه. كده. يعني ده هو ده الواي اللي بيجي ايوه. بيه. فكل شكل من الكلام ده لو انت خدت، انت ممكن يبقى عندك ستايل واحد في التعامل. ليتس سي مثلا انت بتدي ثقه للعيب ومقتنع مثلا بفكره ان هو هيطور التكنيك بتاعه بعد تمرينه واثنين وثلاثه، فانت سايب اللعيبه تتمرن براحتها وعينك عليها، اتس اوكي طالما ما عملش فيت الميستيك فانت سايبه. الكلام ده ممكن يبقى مناسب في لاثنين ناس لعيبه تقع جدا، طبعا. بس في مم. اتنين تلاته تانيين مش مناسب ليهم. على الناحيه التانيه انت عمال تشجع فيها وعمال تقول لي موتيفيشن وكلام حلو قوي، انا عايز الكلام بتاع التكنيكال، انا عايزك تقول لي اعدل رجلك دي دخلها جوه شويه، ما تقوليش كلام موتيفيشن وخلاص. انت عمال تصلح لي تكنيكال بس ومش محسسني ان انا بعمل اي بروجريس، وانا الكونفدنس بتاعتي اصلا في الارض. انا محتاجك تقول لي انت بتتحسن، انت الدنيا ماشيه معاك حلو قوي، محتاجك تجيب لي ارقام وتقعد معايا وتقول لي يا شايف النقله اللي احنا اتنقلناها عامله ازاي، وتبقى مهتم بالموضوع ده قوي. في واحد محتاج يحس ان انت البروجرام اورجنايزد من قبلها، يعني مش بخبرتك. ستيل انت ممكن تبقى عندك خبره تحفه ان انت تحط البروجرام وتقوله له في ساعتها وانت مجمع هو عمل ايه المره اللي فاتت وبتاع. انما في واحد يفرق معاه جدا ان هو يلاقيك فتحت اللابتوب وتقول له استنى التنظيم. هشوف لك احنا هنعمل ايه النهارده، هنعمل كذا 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 كذا، خد بالك احنا اشتغلنا على كذا، طب انت اساله على التمرين، طب اساله على ايه اللي حصل والاحمال، طب في حاجه اختلفت، طب في حاجه متابعاك قبل كل تمرينه، فيخليني اغير حاجه في البروجرام فيحس ان انا ايه ده، لا انا اورجنايزد جدا. وهو يفرق معاه الحته دي جدا، هو شخصيه منظمه قوي ويفرق معاه ما يحسش ان انت ايه بتجتهد من دماغك. كل دي اشكال مختلفه، ساعات اللعيب بيبقى جامع كذا حاجه منهم. فشطاره المدرب ان هو يبقى فاهم اللعيب منتلي هو محتاج ايه، هو محتاج اتعامل معاه بانهي استراتيجي. عايز تنجح مش هينفع يبقى عندك ستايل واحد بتنجح، انت كده هتنجح مع تايب واحد من اللعيب اللي مناسب مع شخصيتك. انا مثلا بشجع الناس قوي هيفضل بيتمرن معايا كل الناس اللي بيحبوا التشجيع، بس كده. فانما انا ما بديش الحاجات التانية، فاهم قصدي؟ فالوزنه مهمه، والوزنه مع فهمك للعيب مهم. في وقت من الاوقات احنا اللعيب والمدرب ما بيتكلموش مع بعض برضه، الكوميونيكيشن بيبقى قليل شويه. يعني ايه؟ يعني ما بسالوش، ما منطقي بسالوش انت طبعا. مرتاح لايه، انت مرتاح لايه، انت مم. مرتاح لان انت الشكل ده من التدريب مريحك. ما باجيش مثلا اقعد كل 3 شهور واقول له دي حته من الحاجات اللي يعني
يمكن يكون المدرب مفتقدها شويه، ما اعرفش برضه حته من الايجو ولا لا، او ممكن يكونوا بتعملوها، بس انا ما بشوفهاش عامه، او ما حدش من اللعيبه جه قالها لي ان مدرب يقعد معاه ويقول له ها احنا شغالين مثلا بقالنا 3 شهور او 4 شهور، في اكتر حاجه ريحتك، ايه اكتر حاجه الانفايرمنت اخبارها ايه، او مثلا اعمل له حتى لو سيرفي فورم كده وابعته له اقول له إيه انت ايوه معايا حاسس الدنيا ايه، واتكلم براحتك عشان احنا عايزين نطور. فلا انا بتخيل ان انا ماشي مظبوط وان الدنيا تمام ماشي زي الفل طالما هو موجود معايا. لا هو ممكن يكون لان اللعيبه بتتكلم معايا تلاقي في لعبه الحاجات يعني. دي، بيتكلم ساعات بيبقى عايز اقول لك ايه، ساعات اللعيب بيكمل مع المدرب هو بيحبك جدا ماشي، هو مكمل معاك عشان بيحبك، بس هو مش مقتنع بحاجات كتيره تكنيكال انت ماشي بيها، وبيجي يحكي لي ويقول لي انا فكرت كذا مره ان انا اسيبه، بس ساعات كمان هروح لمين، دي بتبقى الحاجه اللي موقفاه، بس هو اه نفسه ان الدنيا تتطور بشكل احسن من كده، بس هو مش وهو مرتاح معاك نفسيا في التعامل عامه وكاصحاب بس هو حاسس ان في احسن من كده مناسب ليه هو، بس هو مش بياخده. فانت ما بتتكلمش معاه اصلا وما بتشوفش، ما بتقيمش البروجرس بتاع، انت ممكن تقيم التعامل كفتنس، انا بتطور، بس انا ستيل كلعيب محتاج حاجات معينه انا بسمعها كإنسان. مني، بالظبط اه مش كانسان بس بالظبط كده، الجثة يعني. مش المكنه، ايوه بالظبط. ف... فهل ايوه انا بقف معاه واعمل الكوميونيكيشن ده؟ ساعات المدربين يقول لك لا انا برضو ما يعني ما افتحلوش برضو المساحه دي، انا ده شكل تدريبي وده اللي انا مقتنع بيه، وممكن يقول لي كلام، لا ناقشه هو محتاج يسمع، حط سيستمك زي ما انت ده عايز. الفرق بين اللي شغال في بس نادي واللي شغال بره برضو. بره بيبقى عندك مساحات اكتر، جوه النادي انت محكوم برضو بشكل معين من التمرين او بكذا بعوامل كتير يعني، لكن بره الدنيا بتاعتك يعني. بشكل كبير، بس انا بكلمك حتى في اللي بتاعتك ساعات ما باخدش ده، امم فاهم؟ جوه بقى الناس اللي بتتمرن في او بتمرن في انديه او وات ايفر او معاها مجموعه، لا في مساحه من شغل الانديفيديوال مهمه، في مساحه من التعامل مع كباتن الفريق فور اكزامبل مثلا. يعني النهارده كابتن الفريق روح قول له اتكلم مع اللعيبه، انا عايزك تقعد مع اللعيبه وتجيب لي الفيدباك بتاعهم، هم حاسين ايه اللي كويس وايه اللي مش محتاجينه، او ايه اللي هم ناقصهم احنا ما بنشتغلش عليه، هات منهم. اللعيبه دي لو بروفيشنال عندها اشتغلت مع ناس كتيره وعندها حاجات تقولها لك فاسمعها. ف... ففي مساحه من الكوميونيكيشن ساعات بتبقى مقطوعه، انا شايف ان دي من النصائح المهمه قوي للمدربين. آه، التعامل مع اللعيبه بالذات لو انت في تيم، انت محتاج توازن وتعمل، بس في نفس الوقت محتاج في حاجات كده انديفيدوال ممكن تيجي حلوه، يعني انت ممكن تعدي على فلان معين عارف ان هو هيفرق معاه، ان انت تقول له عاش قوي وبتاع وتمام، دي هتفرق معاه جدا، طب ما تقولها له، ما تديها له. في ناس بتبقى مستنيه ان انت تقول عليا كلمتين حلوين قدام المدرب الهيد كوتش بتاع اللعبه، طب ما تديها لي، ايوه فاهم؟ ده في ملي في الحته بتاعت الناس اللي هم، خلينا نقول دورنا احنا كتكميل للمدرب نفسه. مدربين اللعبه نفسهم انت محتاج تبقى فاهم برضو ان طريقتك مش لازم تطلع احسن performance من اللعيبه، ومش معنى ان انت بتعمل الصح وشايف ان هو ده الصح من وجهه نظرك ان ده المناسب للعيب ده، اللي يحكمنا في الاخر ان اللعيب طلع البيست performance بتاعه. اعمل اللي يخلي اللعيب يطلع البيست performance، ماشي، مش سيستم وخلاص. يعني كان في عندي احد المشاكل مثلا مع اللعيبه بشكل دوري، مثلا كان في لعيبه معاهم مدرب منتخب، والمدرب ده قرر ان هو هيسحب الموبايلات كلها وهيسحب، ودي حاجه معتاده عامه يعني بيعملوها للاسف كتير، وانا في اجينست المعسكرات. الفكره في المعسكرات. اه انا اجينست الفكره، بس ماشي، انت سحبت الموبايل وسحبته في المعسكر واتس اوكي عشان اللعيبه تركز، انا مش فاهم يعني ايه عشان اللعيبه تركز، بس مش مشكله. وجيت في الاخر اللعيبه بتقول لك احنا واحنا نازلين التسخين، احنا طول عمرنا متعودين بنسخن والايربودز في ودانا، ميوزك بتهدينا بتعمل ريلاكسيشن، ودي حاجه علميا صح. فهم بيحبوا يبقى فيه ايربود، في ناس بتحط ميوزك موتيفيشن وحاجات تسخنهم، وفي ناس بتحط حاجات ريلاكس، فهم بيسخنوا بيحبوا يبقوا هاديين، فبيحبوا الايربود في ودانهم موبايلاتهم معاهم. لا مش هنعمل كده. طب انت مش هتعمل كده ليه؟ يعني انت مش عايز تساعد اللعيب ليه؟ لا عشان انا عايزكم تركزوا. ما هو بيقول لك انا بركز وببقى انا اللي يحكمني ايه في الاخر؟ ان اللعيب ينزل يحط performance. اديته بقى الموبايل عشان امم يسمع ميوزك، اديته عشان يكلم حد، في ناس يا سيدي لازم تكلم مامتها قبل ما تنزل الملعب، نفسيا بيرتاح، ما تريحهم. المشكله ان اللعيبه بتحاول تتصرف، يعني هي اللعيبه النهارده لو حد بيكلم مامته قبل البتاع بيطلع ويعمل نفسه رايح التويلت، ويجيب حد من اللي قاعدين احتياطي او من الجماهير ويقابله بره ويرمي له الموبايل ويكلمهم، عشان هو مش هينزل الملعب وهو مش مرتاح لكده. حصل طب انت معذبه ليه يعني؟ انت بتعذب مم. الحد ده ليه؟ فاهم قصدي؟ ف...
ففي حاجات كده ريليتد بروتين اللعيب، انت كمدرب لازم تبقى فاهم ان اللعيب هو اللي بيبيلد الروتين بتاعه. تمام، انت بتحط له الشكل والسيستم والمنظومه، بس لازم تسمع منهم. اللعيبه قعدوا المعسكر كله بيكلموه 6 ايام بطوله، بيكلموه في الموضوع ده، وهو قافش ومش راضي ومش موافق. فاهم اللي هو لا انا مش هعمل كده. طب انت مستفيد ايه؟ انا منتلي ما فهمش الكلام ايوه، ده. يعني في انت النهايه بتطبق سيستم مصلحتي كمدرب ان اللعيب يبقى احسن. بس. مم. فانت دور على مصلحتك ان اللعيب يبقى احسن. مش شرط تعلي الايجو، مش شرط ان انت بكلامك بيتسمع وخلاص، مش شرط ان انت. هي الفكره كلها انا اللعيب هيرتاح ازاي. وخد بالك كل لعيب مختلف عن التاني، فمش لازم اكلم كل اللعيبه بنفس الشكل. انا لازم افهم اكيد اللعيب ايه طبعا. اللي هيريحه دلوقتي وهيطلع بيرفورمانس معايا ازاي. مفهوم جدا. الله ينور عليك. كابتن هيثم، انا يعني مبسوط والله بالقعده دي يعني، ونفسي نطول والله، بس انا يعني عارف انا بقى ان ايه احنا اخرنا منورين. النهارده اصلا يعني. اه يعني نورتنا يا كابتن هيثم والله. وانت فعلا من الناس اللي انا بشوف شغلها مهم للعيبه فعلا، لان انا بشوف الناس وبشوف الناس اللي بتكومنت اللعيبه ناقصها ده فعلا يعني. فيعني ربنا يبارك لك، وان شاء الله دايما نتقابل على خير، ونعرف نوصل صوتنا دايما لهدفه ان اللعيبه يبقوا احسن والمجال يبقى احسن بشكل عام يعني. احنا عايزين نعرف والله الناس انا الوحيد اللي توصل لك بشكرك ازاي. على مبدئيا، بس انا بشكرك على الفرصه اللطيفه الظريفه دي. بالنسبه لي الله يبارك يعني لك حبيبي. بص، انا كل ما حد بيقعد نتكلم اكتر مش بس على المنتل، بس نتكلم اكتر على اللعيب واللي محتاجه واللي يهمه. انا بحس ان احنا بنعمل حاجه يعني احنا كنا مفتقدينها زمان قوي واحنا بنلعب، وكان نفسنا فيها، نفسنا الناس تفهم، نفسنا المدربين يفهموا، نفسنا الاهالي تفهم، نفسنا اللعيبه تفهم. فالصراحه اي حد بيخش في التراك ده انا الصراحه يعني بنبسط جدا. واكتر حاجه بسطاني ان احنا يعني الحمد لله على ذا سيم تراك، في ان احنا فعلا بنحاول نقدم حاجه وبنحاول نجيب حاجه مش مستنيين وراها يعني. مش مخبيين حاجه، مش سايبين الحته بتاعتنا كده على جنب، مش هنقول لحد الخلطه بتاعتنا. بالظبط ف بالظبط. فانا مقتنع جدا ان احنا يعني ايه، يعني ربنا يكرمك والله على اللي انتوا بتعملوه، فيديوهاتك والكلام ده. الناس توصل لي الله ازاي؟ يبارك لك اسهل حبيبي. حاجه الانستجرام. يعني ده اسهل حاجه، الاكونت بتاعي هيثم غيث على الانستجرام. انا هنسيب اللينك بحاول بتاعه اصلا تحت كده كده. انا بحاول اصلا ابقى متابع مع اللعيبه على طول. اي حد عايز اي حاجه بيبعت لي مسج، ببص على الريكوست اول باول، حتى الناس اللي انا مش عامل لها فولو. يعني انا بحاول ابقى الاكونت بتاعي مهتم بالقصه دي جدا، عشان انا عارف قد ايه الانجيجمنت مهم، وعارف قد ايه ساعات اللعيب بيبقى مجرد بس محتاج يفضفض كده، يبعت لك فويس نوت ولا حاجه تفرق معاه كتير قوي. وممكن تريحه جدا جدا يعني. اكيد طبعا اكيد يعني، صباحك عسل ان شاء حبيبي الله يا عبد. نتقابل على خير. ان شاء الله باذن الله. وربنا يديك الصحه حبيبي. خدنا من وقت. حبيبي ماشي يا جميل. اشوفك على خير باذن الله. ان شاء الله باذن الله.